انت قاعد. انت قاعد يا كبير. ايه بطلت ليه؟ ألقوا في نفسي. ايه خد يطلع على هنا. واخد طايم اوت اياك. هتكونش ياض مفكر روحك بتلعب ماتش باسكت وانت من متى يا كبير كنت هتخلي حد يلقوا في نفسه؟ ده انت كنت مربي لنا الرعب وملبس دتتنا وقاطع نفسنا. اشتغل ياض بلاش لكاعه. اعزق اعزق بضمير. كبير ايه اتفضل يا سي فزاع. متشكرين. انا طلبت شاي بس. جايبه لمين الوكل ده؟ ده للكبير، ده ما حطش كسره في خشمه من صباحيه ربنا. ايه بعد يدك. هتكونش مفكريه يا وليه ده عيل صغير في المدرسه ويبقى ياكل في البريك في الرجاله كلاتها. ماشي يا سي فزاع، ده من الصبح. معلش ايه وزفتي ايه؟ انا هناك شيخ الغفر ولما اقول امري الكل يقول امري جنابك. وبعدين يا وليه حزلقون بيه من بعد ما اشترى الدوار والارض استأمني على املاكه دي كلاتها. وانا ما اقدرش يعني اعمل الكبير ومعامله خصوصي اكمنه يبقى اخو حزلقون بيه ولا اكمنه يبقى ابن الحاجه سمنته مرتي. لا ما اقدرش اعمل كده. انا راجل فير نفر افر. خلاص يا هدية خلاص. روح انت دلوقتي وانا ابغى اكل اي حاجة ان شاء الله برسيم. يلا يا وليه ارمحي رمحة على المطبخ شوفي شغلك انت التانية. جاكك الهم انت والكبير بتاعك. ايه يا كبير اوعاك تكلم هدية كده مرة تانية لحسن قسما عظما اعمل معاك الجلاشه ولا لا؟ كاني اعمل معاك البفتيكه. لا يا كبير الا البفتيكه. هتمد يدك على جوز امك يا كبير؟ ده انا في مقام ابوك. دكبو دكبو يا هدية ابن واه 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 واه. استنى عنديك يا ولد. ايه بقى يا كبير؟ احنا مش هنخلص ولا ايه؟ انت كل يوم وانت هتعمل لنا مشكل في قلب الوصيه؟ معلش يا سي حزلقوم، ده برضك اخوك الكبير وهيبته من هيبتك. الكلام ده كان زمان يا ماما، كان زمان لما كان هو العمده، انما دلوقتي خلاص. وبعدين انا ما عنديش خيار وفقوس. وبعدين انت مين اللي وجه لي الكلام من اساسه؟ حزلقوم. كيف تكلم مرات اخوك كده؟ انا الكبير يا ولد ابوي. انت ناسي انت يوم ما جيتني كان جيتني ما حدتكش اللضه وانا اللي وكلتك وشربتك وانيتك. انيتك؟ ايه انيتك دي؟ اللي خدتك في حضني. انا ما حدش عمل معايا كده. وانت قليل الادب على فكره. واتفضل اعتذر لفزيع. ده لو السما اتطربقت على الارض. يعني مش عايز تعتذر؟ اشطاط اشطاط يا برنس. اشرف. لا خلاص خلاص. حقك علي يا فزاع. ليه ما قبلش الاسف دي؟ ما هوش من قلبك ما فيهش روح. ايه الغلاسه ديات؟ ما تبقاش نطع بقى يا كبير. ما الراجل ما قبلش اسفك اهو. عايز تصالحه بجد؟ بوس على ايده. القطه كانت عيالها ولا ايه؟ ده انا قرقشكم قرقش. الله الله الله. بقول لكم ايه يا رجاله؟ امسكوه اربطوه بالشجره. لا بعد يد انت وهو يا عذبوه. لا أملوني. لا يا كبير. أملوني. لا لا هملوه احب على يدكم هملوه. امشي هدي روحي. لا يا كبير لا يا كبير مش هفوتك. مش عاوزك تشوفوني بالمنظر ده. لا انا عاوز اشوف. ايه الغلاسه دي يا بنت؟ اشرف بقول لك ايه؟ بالكرباج كده والنبي اكتب حرف الحاء على اساس حزلقوم وكده يعني، وسيب لي حته كده اكتب انا عليها 2014. كفايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا جماعه اتوحشتكوا جوي بجد فعلا. مهما الواحد لف مفيش احسن من بلده. ياه عظيمه يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود.
مصر هي امي. لما تلاقي الجد في ايده حفيده والناحية التانية تلاقي المج في ايده. ما تخلص زياد، هتقعد تغني لنا الفلكلور كلها ولا ايه؟ يا كبير نسيت ولا ايه؟ ناخده على حجرنا. ايوه صح. نورت يا حزلقوم، نورت حجرنا، نورت المزاريطه كلها. منور بنورك يا كبير وبنفسك. طب فكوكوا بقى من الهجايز دي كلها. انا جبت لكم شويه هدايا اخر قلاجه. بص يا هديه، ايه رايك في الفستان ده؟ عارفه انا جبتهولك من باريس، من افخم بوتيك هناك، من كريستال عصفور. اكسكيوز مي، قصدك كريستيان ديور؟ ايوه الله ينور عليك. انت عارفه ده افخم مكان هناك، ده زي العبودي عندنا. بس ده بالشقلوب ده ولا ايه؟ لا ما انا كنت مفكر كده برضك. لا هو تصميمه عامل كده، اسمه موديل البطانه. هو اصلا بيجي معاه حته تانية، بيبقى شنطه واخده بالك مصنوعه من البفتيك الكندوز زي اللي كانت بتلبسها ليدي كاكا. بس انا ما حبيتش اجيبها لك الصراحه، قلت مش هتناسب البيئه بتاعتنا المصريه، لانك لو ماشيه بيه في قلب الشارع هتلم عليك كلاب السكك. ايه القرف ده؟ هلا حجر. ده فستان زين قوي، ربنا يخليك يا سي حزلقوم. بجد عجبك؟ انا كنت مراهن على الحكايه دي. انا جايب لك منه 7 حتت عشان لو دابت حته تلقي التانيه. وانت يا سي جون بص جبت لك ايه؟ اتفضل. Thanks bro. What the hell is this? ودي جايبها لي من اخر العنقود ولا من فتافيت السكر؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا جايبها لك من امريكا، من مطرب امريكاني اسمه 50 قرش. وات؟ دي البلينج بلينجز بتاعت 50 سنت؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ ده على فكره دي مصنوعه من الذهب الخالص ومرصعه بالماس حقيقي. ده انا خدتها منه يا عم بطلوع الدرس. ده طلع صايع يا عم وقارح. ده طلع عليا الطبنجه وعمل عليها حوار هو يا عصابه الجيل اللي معاه. بس الحكايه دي يا كبير واخد بالك بدات اساسا في مدينه بروكلي. كنت هناك وجبت حته تونت اشتريتها، كانت عليها اللي هو الزبيب دوت. خلاص عاد خلاص، ما تحكيش دلوقتي، وزع الهدايا وانت ساكت. اقصد اقول يعني وزع الهدايا دلوقتي ونبقوا نتكلموا على رواقه بعدين نحكي لك. ماشي يا عسل. لا مؤاخذه، انا لو كنت اعرف ان جوز الكناريا دول هنا كنت عملت حسابي جبت لكم معايا حاجه، خصوصا يعني قبل سمنسه. نو بروبلم يا حزلقوم، مش ضروري هدايا، كفايه ذوقك. ربنا يديم المعروف يا قبل سمنسه. بس برضك ما يصحش، هوفق لكم حاجه كده. خد يا فيزو. الله يرضى عليك. دول اللهم صل على النبي ساعتين فولكس، حاجه كده على مقاسهم. انت تقصد تقول رولكس؟ يا عم انا قلت كده من شويه، قلت فولكس. دول الصراحه كنت جايب الاتنين دول للكبير، بس خلاص بقى ما يغلاش عليكم حاجه. ايه الغلاسه دي؟ ليه يعني ليه ما الكبير ما ياخدهاش؟ ازاي يا كبير؟ ده انت الكبير ومقامك كبير. جبت لك اغلى واكبر حاجه عندي. صح 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 يا عم، امال ايه؟ خد يا برنس. اهدي، جايب الفزاع ساعة رولكس وجايب لي انا بردعه. بردعت ايه يا عم؟ دي العبايه بتاعت اكبر راس في تنزانيا كلها. بس الله يرحمه بقى مات مقتول. يا كبير على حجرنا. ايه يا وليد؟ ده سكند هاند وبتاعت واحد مقتول. معلش ندهلسوا عليه. زينة قوي، زينة قوي يا حزلقوم. الله زينة، نبقى نعملوها مشاية. انحت علينا ويلكم، حطوها قدام الباب. ماشي. عجبتك بجد يا كبير؟ زينة، أحلى هدية جات لي في حياتي. طب البسها. البسها كيف ايه؟ البسها يا عم. ابغى البسها بعدين. لا البسها دلوقتي. اصل انت مش فاهم، انا طول الطريق وانا في قلب الطياره بحلم باللحظه اللي هتلبسها فيها واصورك فيديوهات واحطها في قلب الوسائط المتعدده.
بتلبس كيف دي؟ This is so weird. من الناحيه التانيه. خد دي بقى، خد دي حطها على وشك. إيه لا، خد دي حطها على وشك. اوعى حطه بعدين الدنيا حر. يا عم حطها يا عم، خليني اعرف اصور فيديو بقى. واه شكلك زين قوي يا كبير، وبقلبس على طول في الدوار. تعرف يا كبير، هي كانت على الراجل شكلها وقور، عليك انت شكلها عبيط. الصح حضرتك خدتها من زعيم القبيله. ايه يا عم انا بفتش عليك. لازم حضرتك قتلت وخدتها مني. ايه يا فزاع الكلام دوت؟ هو انا وشي كده؟ امال خدتها كيف؟ اصل الحاجات دي عاده يعني يعدوها للورثه. بسم الله ما شاء الله نبيه. انت تعرف، انت حقيقتك كنت دخلت حقوق، وحقوق عين شمس كمان. بص يا فيزو، انا ممكن احكيها لك، بس هي بصراحه حدوته طويله قوي. على قولتك يا اخي، مش عايزين نتعبوه يا اخي، خلي عندك دم. مش قصدي يا كبير، انا ممكن احكيها دلوقتي، بس في الحاله دي لازم قبل دي تعمل لنا الواجب بقى. يعني دورين شاي حلوين، كومية سندوتشات حلاوه وسكالانس. في سوداني من عينيا، ولو ما فيش نجيبوله. انا هجيب سوداني. فرشة كعب لأسوان وراجع على طول. احكي عادي يا استاذ حزلقوم. ماشي. بص، هي الحكايه دي يعني انا واثق انها تعجبك، لانها مشوقه ومسليه ومليانه احداث غريبه، وان شاء الله هتعجبكم. ما تحكي احكي وخلص. انت هتحكم كمان تعجبني ولا لا؟ ده اهدي. كيف الممثلين في العرض الخاص يطلع يقول لك الفيلم حاله خاصه وان شاء الله يعجبكم. انت مالك؟ اتنيلت مثلت، احنا اللي نحكم. يا عم ما بالراحه. حكي قصه العباية التنزانيه، القصه اللي بدات من السعوديه. ايه جيب تنزانيا السعوديه؟ هات دي قاره ودي قاره تانية. ما تستبر يا عم، استبر بقى. الحدوته ده يعني خيوطها ملعبكه وملولوه كده زي سلك السماعه. فاكرين التليفون ابو قرص؟ زمان كان عندنا تليفون اللي استلمناه من السنترال، كان امي بتعمل ايه بقى؟ بتشبك رقم 8 ده بقفل عشان ما نعرفش نتصل على حد. فاكره قبل ما انسى رقم 0 بيجي لحد الاخر ويرجع بقى. شرب. انت عايز تحكي؟ احكي الاتنين دول، انا ماشي. استهدي بالله يا سمنتة امال في ايه؟ الكبير قال ايه؟ ناخده على حجرنا. What a nice story. Go on حزلقوم. ماشي. الحكايه بدات لما امي كلمها الشيخ نواف وراحت اشتغلت عنده ممرضه، ولما اتعرفوا على بعض شبكت معاه في الحلال، وبقى بيهننها وبيستتها، وكان بيجيب لها ميه معدنيه برضك. طبعا هي كلمتني من هناك وقالت لي تعالى يا حزلقوم. انا ما كدبتش خبر. انا خلاص يا كبير، مش ممكن بقى عندي اكتئاب مزمن. قصه حزينه جدي، مش ممكن. انا حتى الدايت بتاعي غيرته، بقيت باكل شوكليت طول اليوم. ده ولا لميزيرابل. على قولتك كل قصصه ناس بتموت، ده يعرف اموت اكتر من الاحياء. الحق مش عليه، الحق علينا احنا اللي سلمناه ودنا. انا كنت فاكره هيحكي لي قصه صعود، الباتشينو في سكارفيس، هنيدي في همام في امستردام، مش جمانة مراد في كباريه. سيدوني ادرس. السلام عليكم. عليكم السلام. انت فين يا ابني؟ مختفي بقالك يومين، ما بشوفكش خالص. معلش يا سيدوني، اصلي كان عندي حوار كده. حوار ايه؟ طب احكي لك بعدين يا سيدوني، ما عاوز تقطع قعدتكم. بسم الله ما شاء الله. ايه الادب والاخلاق دي؟ والله حافظ حرام الجزم عرف يربي. كبير بليز بالراحه عليه، شكله عنده حاجه مفرحه عايز يقولها، وانا نفسي اسمع حاجه واحده مفرحه. كومون مان سبيريت. ده انا عندي الهابي ميل ذات نفسي. بليز ما تفصلنيش منك، بلاش فاتي في الانجليش، قول. اصلاني عقدت النيه ونويت اتجوز. من غير ما تقول لي يا اخي؟ ده حتى عشان اعمل لك الباتشلر بارتي بتاعتك. واه، امال انا دايلك ليه يا سيدوني؟ انت اول واحد يعرف يا سيدوني.
وانت كمان يا كبير اول واحد يعرف. طب ايه؟ وقعت على حاجه لحظه قشطك ده كيف نتشه؟ نتشت ايه؟ دي من هنا يا كبير، من المزاريطه. جيتك خيبه. العجل في طينه. فين؟ طينه يقصد ايه؟ بس ليه؟ You still young man. يعني ايه يا سيدوني؟ يعني لسه صغير. ولا صغير ولا حاجه، وبعدين كل اصحابي اتجوزوا، هريدي ودعيدي وهدان واشرف وفزاع اتجوز امك. اتجوز مين يا دي ابن الصرمه؟ لا انا ما اقصدش، انا قصدي ام سيدوني. ما طلقوا ولا حاجه؟ اقطميات. المهم يا سيدوني، قبل ما اروح لاهل العروسه انا كنت قصدك في خدمك دي. سو كيوت. لسه فيك الخير. انا فهمتك. انت عاوزني اروح اشرفك، تتفشخر بيا قصادهم، انك تعرفني على الحقيقه عادي، ومعاك رقمي وترنلي وممكن ارد عليك والحاجات دي، صح؟ لا خالص. لا ما اقصدش يا سيدوني، انا طبعا اتشرف بيك، بس انا يعني كنت عاوز بما انك اخو عين اعيان المزاريطه كلتها تخليها هو اللي ياتي معايا. اكسكيوز مي. جرى ايه يا جوني؟ مالك يا حبيبي؟ مسود من جوا كده وشايل ليه؟ عادي، خليك فريش. الراجل قال لك عاوز عين اعيان البلد يتشرف بيه، ما غلطش ولا حاجه. ماشي يا سيدي، انا موافق. خبر ليه؟ عشان انت عندك وجهه نظر. خلاص؟ عايزه هو وانا خلاص خلصت، موتي راحت. انا اللي اكلتك وشربتك وبديك هدومي، انا اللي علمتك يعني ايه تلبس شورت. حتى البوكسر اللي جالي هديه من اصحابي في المكسيك طمعت فيه اديتهولك، وبرضه ما زعلتش منك لما عملته تي شيرت. يا سيدوني انا اتشرف بيك طبعا، عدي البوينت دي. وكمان ما قصدتش ان كبير هو اللي يدي معايا، انا قصدي ان اللي يدي معايا سحزلقوم. طب بالاذن يا جماعه. ايه اللي انت لابسه ده يا سحزلقوم؟ انا قلت يعني عشان تتشرف بيا قدام اهل العروسه لبست التقسيمو بتاعي. ايه؟ تقسيمو. بس مش لونها فاجع شويه؟ فاقع. على فكره انت ذوقك بارد وما بتفهمش. البزه اللي قدامك دي الايه؟ بزه، ما اسم البدله في الترجمه بزه. البزه اللي قدامك ده هي قلبت الدنيا في امريكا. كنت معزوم هناك على حفله كبيره قوي، كانت عاملاها واحده يعني مشهوره كده وواصله، اسمها اللهم صل على النبي، اسمها ايمان باين. ايمان في امريكا كيف؟ ما هي الناس كانت هناك في الحفله بتنده لها بتقول لها ايمي. كانت عازبه كل الناس بقى، المشاهير، المغنيين، المطربين، المجانين، كل الناس. قصدك الامز؟ ايوه الله ينور عليك. مش هي حفله كيف الاوسكار وبيت ودوايز؟ بالظبط. الامز. حذر فزر، شفت مين هناك؟ مين؟ ومسكته كده واتصورت معاه سيلفي. إيه... دانيال دي لويس؟ لا. مايلي سايرس؟ لا. إيه... ميدان فوكس؟ لا يا عم. امال مين؟ الاستاذ عصام كريك. عصام كريكه كيف؟ انت كنت في الامز ولا كنت بتفرح في دار الحرب الالكترونيه؟ بقول لك ايه، انت على فكره صدعتني، شكلي كده هركن واطردك. لا خلاص حقك عليا يا سحزلقوم، ده انا ما صدقت اني دبتك. بس يا اسطى ايه ليه؟ وقف. وصلنا؟ ايوه. جاهز يا عريس؟ جاهز. يلا ننزل. لا ننزل ايه؟ هم اللي هيدولنا. يقولنا فين يا عم؟ يدولنا هنا في العربيه، اصل الصراحه قلت هنا انضف. انت عايز تخطب في قلب العربيه؟ ايوه. يا ده انت جاي تشقطها ولا جاي تخطبها يا عم انت؟ ما هو بصراحه لو رحت لهم دورهم هتفهم يا سحزلقوم. انا باينني فهمت. انت قصدك يعني عشان غلابه وعلى قديهم؟ ايوه. طب ما عادي يلا، ده حتى المثل بيقول خدوهم فقراء ياخدكوا ربنا. مثل ايه دي؟ انجليزي باين. الجماعه وصلوا. اتفضل يا حاج. حد حافظ ابوي. اهلا وسهلا. مرحبا يا ولد. على مهلك. على مهلك يا حاج. يا مرحبا. صباح الفل. يا مرحبا. اخو العروسه. اهلا وسهلا. هو ده مسجل؟ مساء الخير. مساء النور. حد يحيى ابو العروسه. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك. على مهليك. مرحب بيك يا سحزلقوم. الشاي يا عزيزه.
عصبي ليه كده؟ ما هو انا نسيت اقول لك يا سي زلقوم، حد يحيى خلقه ضيق. لا اله الا الله، بس كده يجيله الناسور بدري. ما عندي. احنا نخش في الموضوع. احنا جايبينك النهارده يا حد يحيى نفتحك في موضوع مهم. خير يا حاج حافظ. شوف البهايم اللي برا اخروا الشاي ليه؟ حاضر يا ابوي. ده بيشرب برشام، ايه البرشام ده؟ بصراحه يا سي زلقوم، اصل الحد يحيى تعبان قوي، وقلنا نعمل الفرح دلوقتي قبل ما يودع والدوسه تبوظ. خير يا حاج حافظ. لا ما يصحش اتكلم وحزلقوم به موجود، هو يقول لك. ربنا يخليك ويحفظ مقامك. يعني برضك يعني العين ما تعلاش على الحاجز. لا والله لا يمكن لا، ابدا. اذا وجد الماء بطل لا الطعام. والله لا يمكن لا، ابدا. لا. حد فيكم يتكلم ويخلصنا. اتكلم يا عم. اتكلم انت يا سي زلقوم، امال انا دايبك ليه؟ بص يا حاج يحيى، على فكره يحيى بالانجليزي بيقولوا هيايا، فاسمح لي اقول لك يا حاج يايا. بص يا حاج يايا، لا مؤاخذه يعني زي ما بيقولوا الجواز ستره. ايه واحنا ابننا هدرس بسم الله ما شاء الله يعني كبر وبلغ ويعني خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات مني. بقول لك يلا من النهارده مش هنلبس شورتات تاني، انت خلاص كبرت. فحضرتك عارف ان في السن دوت، واخد بالك، لما الواحد بيكبر كده وبيبلغ لو ما كملش النص الدنيا ولحق نفسه بيبدا بقى ايه، دماغه دي تشت، ويبقى سهتان طول اليوم ويخش في مود السهتنه، واخد بالك، وتلاقيه بقى ايه يعني بيخش على موقع اباحيه والسهتنه تزيد، فمع الوقت بيخس. ودوت بيأثر على الشاب من الناحيه الفسيولوجيه والناحيه اللي مش فسيولوجيه برضك. فطبعا بيأثر على الاولمبياد برضك، لان احنا طبعا لا هنطول ميداليات ذهب ولا حتى انسيالات والكلام دوت طبعا. انت فاهمني طبعا. لا ما فهمتش. ده انا ما فهمتش حاجه يا سي زلقوم، ما تخش في الموضوع. يا دي النيله، انت جايب لي قد الولعه مطفيه وما تولع. ابويا كنت مولع دلوقتي. يود ولع يا عاد. لا مؤاخذه يا حاج يايا، هو الفحم دوت مستورد؟ هو في فحم مستورد؟ امال ايه؟ ده في فحم تنزاني 100 فوق له 10. فحم تنزاني؟ شكله ايه الفحم التنزاني دي؟ لا دي قصه طويله بس انا هقولها لك. قول. يخرب عقلك يا واد يا حوده، حظر موت برضك. تعرف انا المحل ده ورايا كل ذكريات حياتي فيه تقريبا، على رأي اللي قال الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. تعرف انا اول ما بدأت حياتي ومشواري كشاب كفحتي يعني جاي من الكفاح، شاب مكافح يعني. كنت بشتغل في ميدان سفنكس، بقف وبرمي كروتة حظر موت. ياما طرفت عيون الناس، كانوا بيسموني قناص العيون، وسبحان الله تدور الدنيا وابقى باكل في حظر موت. وبرضك انا زمان ما كانتش حيلة اللضا، والنهارده بسم الله ما شاء الله بقيت من اصحاب الاملاك وبقى عندي منقد فحت اسمه منجم. زي المانجا بس بميم. منجم. خلاص حفظتها. قال قول لي يا حوده، انت كشاب تنزاني يعني كيف تعلمت العربيه؟ انا اصلا كنت هرشت. كنت عايش في مدينه البعوث وفي نفس الوقت بتدرس في الازهر الشريف صح؟ لا انا كنت اصلا يبقى في اسره بقى عربيه جت تعمل سفاري هنا في قلب تنزانيا، فخطفوك واعتدوا عليك وبعد كده ندموا فعلموك وصرفوا عليك لا انا اصلا كنت وعي. هرشت. ابوك كان شغال في الكويت، بعد كده قام سرق الوصله من الكفيل بتاعه، وصله الدش، فكانت بتبثلكوا بقى كرتون عربي والحاجات دي اللي هي عدنان ولينا وكعبول والليس الابيض اصمت بقى يا عم، اسمعني. امي كانت لبنانيه. ايه ده؟ انت امك لبنانيه؟ نعم. وابوك تنزاني؟ نعم. يعني انت عيل لا تزاني؟ عشان يعني لبناني في تنزاني. لا تهرج في هذا الموضوع، انه موضوع حساس وشائك. ماشي يا عم. امي كانت لبنانيه. ودلوقتي بقت ايه؟ ما زالت. ربنا يثبتها. امي لبنانيه. فعلمتك العربيه؟ لا، امي خرصاء. لا مؤاخذه.
وذهبت معه في رحلة إلى جدي في لبنان. هو بقى طبعا اللي علمك العربيه بقى. جدي أحضر لي هدية. سيديهات بقى، سيديهات اللي هي بتاعت تعليم اللغه العربيه. لا، أحضر لي حصان عربي أصيل، وتحدثت معه وتعلمت اللغة العربية وهكذا وهكذا. هذه قصه مفبركه. حدث بالفعل. كويس. أنا أيضا أريد أن أسألك سؤالا. اتفضل. كيف تكون أنت الوريث الشرعي للسيد نواف وأنت برتقالي وهو لم يكن برتقالي؟ عادي. في يوم 4 جاء سيد نواف ومعاه قفص فيه برتقال ابو سره، فاحس بوعكه فدخل يستريح وتركني انا والبرتقال طول الليل. فجلست انا والبرتقال نتحدث ونتبادل القبل وصبحت الصبح برتقالي. تحدثت مع برتقال؟ مش مصدقني؟ يبقى اسال الحصان مثلا. أكمل طعامك. بقول لك يا برنس، ما تطلب لنا واحده سفن او حتى سبورت. لماذا؟ اصل الاكل تقيل بس زي العسل، وانت طلعت عيل كذاب. قعدت تقول لي لحمه زفره لحمه زفره، واللحمه طلع زي الفل اهو. أنا لم أكل لحم زفرة. ما انا قلت ايه؟ قلت لحم زبرة. ايه الزبره دي؟ حمار وحشي. حمار محشي؟ حمار وحشي. يعني دي مش عيش كندوز؟ لا، زبرة زبرة. نهار اسود. عارفها، مش دي اللي بتطلع في عالم الحيوان يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه؟ نعم. وانا اقول المفرش زبره والسجاد زبره. يعمل ايه يا انت؟ قلت لك مكياج يا كبير. مكياج ايه يا مخبل؟ انت شايفني غزيه في مولد ولا ايه؟ ايه خير في ايه يا كبير؟ ما تشوف المخبل ده عايز يحط لي مكياج. ما هو لازما يا كبير. ايه؟ لازما نحط مكياج عشان الاضاءه والتصاوير. بعدين ما تقلقش يا كبير، ما هتبانش في الكاميرا. طب ايه حتبانش؟ هنحطوها ليه؟ عشان يبان. ايه؟ وشك يبان يا كبير ويطلع منور في التلفزيون. يا كبير احنا هدفنا نطلعوك في احلى صوره، بعدين عشان نكيد الاعادي. ايوه صح لازم ننكدوهم. حط يد مكياج يعني. والله عشنا وشفنا الكبير هيحط احمر وابيض كيف الحريم. اشرف، قسما عظما لو ما مشيتش دلوك لدب يدي في جوفك اطلع بمصارينك. غور من قدام انت كمان. ايه ده يا كبير؟ زربنوني. ما هي الزربنه دي هتنعكس على المشاهدين. مشاهدين ايه؟ بعدين ايه البرنامج اللي تجيبني فيه؟ برنامج سياسي. كيف ياد وانا شايف باذنجان وشايف كوسه؟ ما هو ده المطبخ السياسي يا كبير. كيف يعني؟ يعني الحاجات دي كلها مجرد رموز. الكوسه يعني ايه كوسه؟ يعني ايه؟ يعني الوسطى. والبدندان يعني مخبل؟ صح. طب والحله؟ انسى الحل. حل ايه؟ الحل الدبلوماسي. والخيار؟ الخيار يعني الخيار السلمي. حلو. طب مين هيعمل معي اللقاء ده؟ ايه ده؟ انت ما تعرفش يا كبير؟ لا ما اعرفش. طب خليها مفاجأة. انت هتهزر معايا يا ابن الصرمه. مين اللي هيعمل اللقاء؟ الاستاذ شريف. شريف عامر؟ لا شريف منير. شريف منير ممثل يا كبير. طب ما عادي يعني، ما هشام عباس بيعمل برنامج. ده مطرب. ايوه صح. ومن شريف مين يعني؟ الاستاذ شريف ده ناحيه عشان فيها قطعه محطوطه في النص. اهلا وسهلا. أهلا. الاستاذ شريف مذكور الكبير قوي. فعلا؟ طلعش كبير قوي ولا حاجة يعني. يقصد ايه ده؟ يمكن قصده كبير في السن. فاكرك بقى ضخم كده ما تعديش من الباب ده أصلا. لا كبير دي يعني كبير مقاما. الكبير قوي عمدة المزاريطة وعين أعيان البلد، وهو الوحيد اللي مسيطر على كل حاجة في البلد. فعلا. أهلا وسهلا بيك. طب جاهز للتصوير؟ شوف انا بخبيش عليك. انا جديد في المجال. يعني لحد دلوقتي ما حدش اداني ورق ولا سيناريو.
لا لا لا، انت بس جاريني في الكلام وما تقلقش، مفيش ولا ورق ولا سيناريو، ده مش هنمثل يعني. ماشي خلاص ماشي، سوق انت. جاهز يعني؟ سوق. طيب يلا يلا يا جماعه، جاهزين؟ 3 2. انت يا بني ادم، انت اللي واقف، انت تكلم يا تكلم، اني اطلع بره. طب بالاذن يا كبير. ما تفتنيش لحالي يا. استاذ شريف معاك، تقلقش. اطلع يا ابني. حاضر يا استاذ. لا اله الا الله. جاهز؟ يلا يلا. جاهز. 3 2 1. بنرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، والنهارده احنا في مكان جميل جدا، وانا عارف ان كل مشاهدينا هيستمتعوا جدا بالحلقه. احنا النهارده في صعيد مصر، وانا عارف طبعا ان طنط ميرفت مستنيه الحلقه دي من زمان، لان هي بتحب الحاجات الاوريجينال والحاجات الاورينتال جدا. طب ميرفت مين دي؟ جاريني انت بس وانا هقول لك بعدين، ما انا بعمل التقديم، اصبر بس. والنهارده طبعا معانا شخصيه مهمه جدا في الصعيد، معانا الكبير قوي. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. منور الشاشات كلها والله. الله يخليك. هسألك سؤال مهم جدا، سؤال يعني على مستوى القاعدة زي ما بنقول. ايه اكتر الاكلات المشهورة عندكم؟ يعني ما بنتبطروش على نعمة ربنا، اللي بنلاقوه بناكله. طب يعني مثلا حضرتك النهارده اتغديت ايه؟ ملتو. طب وفطرت ايه؟ كتاكيتو والشمعدان دي. انت عشان كده منور. طيب بس اكيد في يعني طبخة انتوا مشهورين بيها، طبيخ زفر كده واكل يعني. اما تقول كده. ايوه انا قصدي كده. ايوه حدانا احنا في الصعيد ايوه. اكله زينه. ايه بقى؟ انا شخصيه من عشاقها. قول لي بقى. اسمها الشلولو. ايه؟ الشلولو. شلولو. انا طبعا بقول لكل مشاهدينا يحضروا الورقه والقلم، علشان دلوقتي هنقول لكم مقادير الشلولو، وخصوصا طنط ميرفت. ما اقولش مقادير انا. استني يا طنط ميرفت، ثانيه واحده. مقادير ايه؟ مش هقول مقادير. كاريني بس ولاغيني كده وقول المقادير. ما اتفقناش على كده يا اخي. لا 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 لا، الشلولو وانا اقول المقادير بتاعه. انا محضر لك حاجه وانت بتقول المقادير، اصبر بس عليا. البس دي بس كده عشان تقول المقادير. بص اهي اهو. ايوه ايوه كده، هتبقى حاجه ايه جميله جدا. يلا جاهز؟ ايه ده سبرطه؟ سبرطه، وانا برضه هلبس واحده اهو عشان ابقى زيك برضه، ما تقلقش. يلا جاهز؟ جاهز. مقادير الشلولو مع الكبير، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الشلولو. احضري قبصتين ملوخيه ناشفه ودرسين توم، وبعدين حفنه من الشطه اللساني الحمراء، بس هي دي المقادير. دي مقادير الشلولو؟ طب قول لنا بقى طريقه التحضير. سهله بس عايزين بامانه. ها؟ لا بامانه. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بنجيب التومات نرميهم في قلب الهون، وبنرمي عليهم الشطه اللساني وندقوهم زين. بعد ما تدقيهم تجيبي الليمونات تقطعيها تعصريها وترميها ببذرها بقشرها بطينها وترسيها زين. بعد ما تدقيها ترمي الملوخيه وتدقيها زين. لو لقيتيها لسه ناشفه امضغيها وتفيها تاني ودقيها برضك. بعد كده لفيها ودسيها في مكان. طنط ميرفت اوعي تاكلي شلولو لو سمحتي. طب بص يا كبير، كل واحد فينا وهو بيعمل اكله بيزود حاجه بينقص حاجه، انت بقى ايه التكه اللي بتعملها في الشلولو؟ يعني شوف، هو الصعيد كلاته بياكل الشلولو بارد. انا بعون الله بحب اكله سخن. اوكي. بجيب الليه واقدحها. ايه اللي هي دي؟ ليه الخروف. ايوه دي اللي هي اني حته في الخروف. استاذ شريف، في كاميرات وفي ما ينفعش، وما دام ميرفت بتسمعنا. لا طنط ميرفت مش مدام تسمعنا. لا عادي، ما هو الخروف بيتاكل كله يعني. دي اللي هي دي اني منطقه فيه؟ الببو. ببو الخروف؟ ببوه الخروف بتاكلوها؟ احنا يعني الموجود بناكلوه، ما بنتبطروش على النعمه. طب بص بقى، سيبك من الاكل بقى ونخش في موضوع تاني. انا شايفك طبعا شيك جدا ولبسك حاجه يعني جميله جدا. مين بقى الديزاينر اللي بيلبسك؟ والله عم ملقي الترزي. اوكي. طب حاجات حلوه قوي بيعملها في الحقيقه يعني. هو اللي عامل الجلابيه والحاجات دي؟ لا انا بقول له التصميم وهو بينفذ، كيف ما تقول نظام المخ والعضلات كده. لا بس شيك قوي بصراحه. وهو اللي عامل كل الحاجات دي؟ هو اغلب يعني ثيابي هو اللي بيعملها، والباقي بجيبه براندات. ايه ده، بتلبس براندات؟ امال ايه؟ ايه
بقى البراندات اللي بتلبسها؟ يعني كل جلاليبي وكلسوناتي يا اما جوتشي يا اما زارا. ايه ده، جوتشي وزارا بيعملوا جلاليب وكلاسين؟ لا معلومة جديدة، أول مرة أعرفها بصراحة. حاجة أنت بتلبس سينيه يعني؟ لا جوتشي وزارا. لا بس حاجة حلوة قوي بجد، أوريجينال. طيب إحنا بقى النهاردة عايزين نعمل لك نيو لوك شوية، أوكي؟ كيف يعني؟ يعني نيو لوك عشان يبقى بقى الجلابية زارا والكلسون من جوتشي، ونعمل لك بقى شوية حاجات فوق كده هتعجبك أوي. أنت مش بتثق فيا؟ بثق فيك. جاريني يا كبير، أنا عارف أنت بتحبني وبتثق فيا. طيب رندا تعالي لو سمحتي من فضلك بسرعة. رندا ميدي. ما تقلقش بقى، أنت مش بتثق فيا؟ جاريني يا كبير. بثق فيك. جاريني، استريح بقى كده، ريلاكس خالص. ورندا هتعمل لك نيو لوك رهيب. هتعمل لك نيو لوك يعني هنحاكي بقى العالم، بما ان هو لابس لبس صعيدي فهنحط شويه حاجات في العمه ليها علاقه بجزيره هاواي، علشان انتوا عارفين العولمه والعالم واحد، ويعني حاجه هتبقى لطيفه جدا. وانا عارف ان الكبير بيثق فيا وبيجاديني في اي حاجه بقولها. ورندا طبعا الستايلست اللي معانا النهارده هتعمل له لوك هايل، وانا شايف المنظر بقى حلو جدا جدا. خلصت يا رندا؟ اشكرك. وريني بقى كده يا كبير. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لوك تحفه يعني. مش عايزه انت بتبص لي كده ليه؟ ما تقلقش. شوف انا بصراحه قلبي مقبوض. لا 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 وحاسس اني عبيط. انا ما شايفش حاجه وشايف ردود افعال. لا 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 ليه بس؟ فريال هات المرايه شوف. ايه يا رندا بس انت مش واثق فيا يا كبير؟ اشوف بس المرايه. وريله في المرايه عشان يقتنع. شفت بقى الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ يا وقعه مربربه. يلا يا ولاد الفراطين. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Masaya. Happy birthday to you. ستوب. انت ما بتغنيش ليه يا كبير؟ عيان وعندي زكام ومحتاج ادرب صوتي، اعمل تدريبات فوكاليز. لا هتغني برضو، ده مش كورال اوبرا يعني، ده عيد ميلاد. يلا ليتس جو اجين. Happy birthday to you. Happy birthday. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. على فكرة الكبير ما بيغنيش وعمال يحرك شفايفه. ايه يا مهبل انت؟ ايه شغل العيال ده؟ ايوه عمال تعمل كده. ما تخلصني عادي يا كبير، دي رابع مرة نغني الأغنية دي. خلاص ما حدش هيغني خالص. انت يا كبير اللي هتغنيها on your own. انا عايزة اسمع هابي بيرثداي فيزو منك لوحدك. بس ظلم ظلم. وانت عشان امه يعني؟ عشان عندك حق الفيتو. غني. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. جود. غنينا يا كبير. انزل يا جميل في الساحة وتمخطر كده بالراحة. ايه ناقصاك انت كمان؟ anyway this is presents time. كبير فين الهدية اللي جبتها لفزاعتي عشان عيد ميلاده؟ انا قلت اديها له يعني ويفتحها لحاله في اوضته عشان يبرايفز يعني. لازم يفتحها هنا ونشوفها كلنا. براحتك. يا دي خدها في الزاع. الله يرضى عليك. كل سنه وانت طيب. تعال هديه كده تقيلة وهتعمل صوت تعال كده يما. باين عليها زينة قوي. ايه ده يا كبير؟ ترين ستيشن؟ عاوز تعرف يا حبيبي؟ ايه؟ الزق فيه الزق فيه كأنكم توأم وافتح معاه شوف. باين عليها منبلة. ده معطر دو. ليه ياه؟ ده باين له مكانه. شوفوا افتح. ان شاء الله تبقى على مقاسك. صلي على النبي. شايف عملت فيه ايه يا متوحش؟ انا ما عملتش حاجه، هو العيل خرع وحنتوسي. انا جبت له سوس التعبان عشان يحطه جنب سوس الكلب ويكمل المجموعه كلها. حد يجيب تعبان في الدوار يا كبير؟ يا بنت دي مش تعبان، دي كبرى صغيره يعني عادي.
طالما انت ما نكشتيهاش ما تنكشكيشي، لكن لو نكشتيها تنكش. والكبرى اللي زي الزفت دي وديتها فين دلوقتي؟ الواد اشرف شبط فيها وقال لي اربيها. لا اله الا الله. الله يرحمه ويحسن اليه، كان زي الجحش طول بعرض، بس الموت ما بيفرقش بقى. بصراحة أنا محرج موت. لماذا؟ هيقولوا عليا إني وشي نحس عليهم، يعني أبوها يتغذوا ويتقتل ليلة فرحها. إلا قول لي يا حوت، هو العزا يبقى فين؟ في الحمدلله الشاذلية ولا في الأسد بن الفرات؟ لابد الآن أن تكون مبسوطا وسعيدا وليس حزينا. طبعا أنت بتتكلم عشان عورس أبوها والجو ده، عشان واطي. إزاي يجي في دماغي حاجة زي كده أساسا؟ بص، هو الصراحة أنا فكرت زيك في الأول، بس لقيت يعني هكسب من وراهم إيه؟ دول فقرانين يا عم، وأنا أساسا اتجوزتها علشان شبه فنانة جواهر بس. من عادات وقوانين قبيلة سيبو ويركي، عندما يموت رئيس القبيلة يصبح الابن هو الرئيس، وإن لم يكن لديه أبناء يصبح زوج ابنته هو الرئيس. يعني إيه؟ أنت الآن رئيس القبيلة يا ابن المحظوظة. والله؟ والله. أنا الرئيس؟ نعم. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، كملوا اللي هم بتعملوه ده. لا مؤاخذة يا حماتي. أعزائي السيبو وركيين، من النهارده هنبدأ عهد سيبو وركي جديد، عهد كله ديمقراطية وحرية وعدالة ديكتاتورية. حكوكا باتيكا باكا باكا باكا. من النهارده مفيش ولا مواطن سيبو وركي واحد هيتهان ولا هيتنهب ولا هيتشد في ميكروباص ملوش نمر ويلقى نفسه مرمي عريان على الدائري. الكلام ده انتهى. هوكا يتلبك انا باتيك باتيك فاتوكو. ايه اللي انت قلته ده؟ انت قلت حاجه غير اللي انا قلتها؟ انا اقول مثل ما انت تقول بالظبط، ولكن يجب ان يكون الاداء حماسي. انت مجنون ياض؟ انا الرئيس، تقول زي ما بقول بالظبط، ما تجودش. حسنا، المره الجايه احبسك. اتفضل. بصوا بقى، من الاخر كده وعلى ما بيضة، الحكم هيبقى مدى الحياه، وهيورث لاخر طفل من نسلي، سواء كان ذكر ولا انثى، حسب ما يطلع تقليبه، يعني ذكر او انثى، زي الايجار القديم كده. ماشي؟ بوتيكا باكا باتيكا 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 باتيكا. تاني ياض، تاني. طب ايه رايك بقى ان الناس دي بتزيد على اي حاجه ملهاش علاقه بالطريقه اللي انت بتأدي بيها؟ تحب اثبت لك؟ اثبت لي. على فكره انا هحبس نصكم. شايف يا ابن العبيطه؟ قرار حزلقومي رقم 1، من النهارده خلاص مش هناكل بني ادمين تاني، هنبقى نباتيين، هنبقى فيرجن، كلكم هتبقوا فيرجن. بس عشان انتوا اهلي وناسي وتخصوني بجد، انا هسمح لكم بوجبه بني ادميه اخيره. هتاكلوا الحمار ده. ولا حوده، بقول لك ايه، اجمع لنا الجيش. لماذا؟ يا عم مش هنقول لك. Bring me a bottle. Wagwan. Wait, bring this is something. Something.
أجمل من في حفل أمين أشوفك تخينة واللي لابسة مستهوي مستهوي فوقها نطي نطة يا مضروبة انت تقولي كمان نطة نطة كمان وعشان خاطري نطي يا شيخة سبع نطة يا كبير انا نطيت 3 نطات بس قاعد 4 نطات. هي نطة كمان يا أشرف والدوار هيوقع فوق نافوخنا وهي ناقصة. يا كبير أيوة يا حجي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انت عارف الساعة كام؟ 4:30 الفجر لسه بدري. وحد بيعمل الهبل ده الساعة 4:30 الصبح؟ إيه مش هبل، ده إحنا بنحتفلوا بالبيرث داي بتاع شروق. وأشرف ما عندوش بيت يحتفل فيه في البيرث داي بتاعه؟ لا عنده كهف ساكن فيه، بس أنا معودة على كده، أنت عارفة أنا بحب أشرف قد إيه. انت شارب حاجة؟ شارب شاي تقيل، أجيب لك؟ بقول لك تعبانة مش عايزة شاي، عايزة أنام. يمكن أجيب لك شاي برضك بس خفيف، ده بيساعد على النوم العميق، أنا قريتها في مقالة كورية. كبير أنا قلت كلمة شاي مش عايزة أسمعها في البيت ده. مشي الناس دول حالا وأنا طالعة أنام واخرس بقى. شوقك ضيعت على نفسك أهم فقرة. أنا الفرخة. يعني إيه؟ كل الطرق والأساليب اللي قالت لي عليها هدية عملتها، وأساساً ما عرفت إذا كانت الحاجات دي فتحي ولا لا. خبر يا جوني جون أنت أبك. سوري مش سامعك. يا دي يا ساقع، اديني ساعة ما هي وانا كنت في نفسي. عايزين نشوف الولية امك دي كيف هنخلوها تخلف بنت. ليه ولية؟ الملافيس سعد. انت مكسوف تقول ماما او مام او اي حاجة من الحاجات دي، ما تقولش، قول لها زي ما بقول لها سام. بعدين انت تعب نفسك ليه؟ ما تجيب اللي تجيبه. تجيب اللي تجيبه كيف يا اخي؟ ما انا قلت لك الوقت فزاع دي هيطلقها لو جابت بنت. انت اللي عايزهم يطلقوا، انا بالنسبة لي بيس. كام داون خلاص، اللي انت عايزه اعمله لك. عاوز ايه؟ عاوزك تفكر معايا، شاركني يا اخي، انا خلاص راسي هتون. طب افرض ان انا دلوقتي سبت اللابتوب وقعدت افكر معاك ازاي ننفذ افكارك الشيطانيه اللي انت عايز تنفذها. عاوز تفرق بين 2 بيحبوا بعض. تو ليت، خلاص في بيبي والبيبي كبر. بكره رايحين يكشفوا بالسونار يعرفوا نوعه ايه. يا وجع مقطرنا قطرين ومبلبطه وبايته في برميل بلك. هم يعملوا الصنان بكره؟ بكره.
طب هيعمل الصونان ده في ايديه؟ عند دكتور البهايم اللي عندكم هنا المتخلف ده اللي اسمه دكتور ربيع. دكتور ربيع. كانت سهلة رباني. انت اتجننت يا كبير؟ عايزني اخالي في ضميري المهني واشخص الحاله اللي جايه لي غلط واقول انها حامل في بنت؟ ده على جثتي. بس يا بس. الدكتور ده ملهم، من الناس النادرة. شفت كلمة جثتي اللي قالها دي؟ استوقفتني والهمتني. ايوه انا قلتها حلو. بس يا استفزازي، وبقى فكرني اطفي السيجارة دي في رقبته قبل ما امشي. زين. كلمة جثتي دي فتحت لي فكرة. احنا ليه عم نهدروا كهرباء في تعذيب الناس؟ احنا نتاوي الجثة على طول. ولا ايه يقولك يا اشرف؟ زين، حتى الكهرباء بتقطع اليومين دول كتير، نلاقيين ايه؟ اسكت يا كبير، نتناقش. ما انت ما بينفعش معاك نقاش من اساسه. مين اللي قال كده؟ انت اللي قلت كده. انت بالعكس يا كبير، ما تنساش ان انا طبيبك الخاص. ثم يا اخي الكلام اخذ وعطا. زين، ناخذ وندوا مع بعضينا. اتفضل فندم. الحاجة سمنته جاية عشان تكشف عندك بجهاز الصونان بتاعك ده. الصونان؟ لما تكشف عندك لو طلع العيل اللي في بطنها بت قولها انه بت. تمام. لو طلع واد قولها برضك انه بت. عادي يعني، يومين ثلاثة كده وارجع اقول لها كانت غلطة. عادي، كلاتنا بنغلط. استنى عندك، مين ده اللي يغلط؟ انا الدكتور ربيع بلا فخر عمري ما غلطت. يا راجل ده انت تعداد سكان المزاريط اقل التلتين من ساعة ما انت طبيت علينا. كل شغلك اغلاط. ده الناس عم تموت من غلطاتك يا شيخ. انا نفسي مت مرتين. غلطة. شغل. بس يا شيخ. حرام عليك، انا فولت شحن. انا مش هعتقك غير لما تعمل اللي بقول لك عليه. شغل يا اشرف. بس يا اشرف. شغل يا اشرف. بس يا اشرف. بس يا اشرف. انت قاعد نفس الحاجه كل مره اقول لك بس وبعدين بس تفضل مشغل. ابقى شغل ودنيك. بس يا اشرف. ايه يا كبير اللي انت بتعمله ده؟ انتوا ازاي تخشوا من غير ما تستأذنوا؟ هي وكالة من غير بواب؟ الحج علينا جايين نخلصوه. خلصوه من ايه؟ احنا كنا عم نلعب وكهرباء شد الكبس. البيه كان جاي يتفق معايا ان اكذب عليكي واقول لك انك حامل في بنت حتى لو كنت حامل في ولد. يا ابن الصرمه. ما انا عارفه جوني قال لي على كل حاجه. يا ابن الصرمه. ولد. لا مؤاخذه يما. دي بس صدى الصوت الشتيمه الاولانيه. انا مش مصدقه يا كبير، ازاي كنت عايز الدكتور يكذب عليا وهو بيعمل السونار؟ ليه؟ انا اقول لك يا حبيبتي، الكبير مفكر اني هطلقك لو الجنين طلع بت، لكن انا ما هطلقكيش واصل. الجنين يطلع بت، يطلع واد، يطلع شايب، انا ما اتخلاش عنك واصل يا سمنتتي. انا اتعلمت منك حاجات كتير في الفتره اللي فاتت دي. طبعا لازم تتعلم مني، ما يقد امك والله اكبر شوي. معلش بقى، المشاكل العائليه دي تحلوها في صبايا الخير. المكان ده اكل عيش، والحقيقه انا كنت ناوي ارش ميه. طيب بما اننا جينا بقى ممكن نعمل السونار دلوقتي؟ ده من منطلق ان انا قاعد على الطواله. مش لازم تبعتوا لي ايميل وانا اعمل تشيك على الايميل وتحطي التمرج بتاعي على السي سي واشوف السكادجوال بتاعي. بصراحه اقرب ميعاد اكتوبر اللي جاي. شغل يا اشرف. لا اتفضلي يا فندم على السونار. خير يا دكتور الله يرضى عليك. شايفيه؟ طمنا يا دكتور الله يرضى عليك. شايفيه يا دكتور؟ ايه؟ يا اخي مش عارف اركز، مش قادر اسمع. طلع واد صح؟ متفائل قوي. تقصد يعني طلعت بنت؟ الحقيقه يا هانم الموضوع زي ما بدأ بغرابه شكله قفل بخيال علمي. ما تخلص يا عم الدكتور مصطفى محمود. الجنين طلع واد ولا طلع بنت؟ الجنين ما طلعش اصلا. يعني حضرتك تقصد انك مش قادر تحدد النوع، ولد ولا بنت؟ من فضلك يا هانم، مش الدكتور ربيع. انا اقصد
ان مفيش جنين، حمل كاذب، فولس بريجنسي. يعني ايه فولس بريجنانسي دي؟ يعني انا قلت حمل كاذب وبعدين قلت فولس بريجنسي، يبقى ايه؟ التهاب رئوي؟ ما شرحة نفسية يا فزاع. فولس يعني حمل، وبريجننسي يعني كاذب. حضرتك متأكد من المعلومة دي يا دكتور؟ للاسف ايوه يا هانم، معلش بتحصل، وبعدين انتوا صغيرين يا اولاد والعمر قدامكم. واه يا حظ المجندل، يعني كده مفيش واد. واد هو ده اللي همك؟ انا مش همك خالص. لا يا حبيبتي، ما احنا لساتنا بنقوله يعني كل اللي هيجيبه ربنا زين. انت كذاب ياد، هي ما فرقاش معاك من اساسه. لو كانت فارقه معاك كنت بتغمز لي ليه وانت بتتكلم؟ كان عم يغمز لي ولا لا؟ اشراف. لا هي دي كانت غمزه؟ لا كان بيغمز له الحقيقه. الكبير معاه حق، انت شكلك متضايق. لا اله الا الله يا ست، انا اللي شكلك ده. هو انا اتهببت قلت حاجه؟ واه اتهببت؟ كيف تكلم مرتك بالطريقه دي؟ ايوه ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ما تخليني ساكت امال وكاتم جواي، انا في اللي مكفيني. شفت كيف القنبله الموقوته عايزين بدنا في وشك. انت مش كاتم، انت كاتم. طلع. ايه هطلع كل حاجه. ده انا كان نفسي هفاني على هفه واد يوقف جنبي يصلب طولي، اخش مدرسه الكوره في اتلتيكو مدريد، ولما انقتل ياخد بتاري. انت فعلا الولد ده فارق معاك. انا كان معايا حق، انت راجل متخلف وحمار. كيف تخلي مرتك تقول لك يا حمار قدام الناس؟ هي قالت يا حمار؟ لا الحقيقه هي قالت متخلف، هو اللي قال يا حمار. لا يا سمنت لمي روحك، انا برضك لسه لاجلك. وهو فيه راجل محترم يهزق مرته قدام الناس. ايه؟ لا انا سبيشال كيس، حاله خاصه ما تقيسش علي، انا بكلمك عن الناس العاديين. الكبير عنده حق، انت فعلا مش راجل. يا جماعه اخذوا الشيطان مش كده. يا ما تخلي الشيطان يشوف شغله عاد. هو لو فعلا راجل صح ما كانش قبل الاهانه وكان طلقها. ليه ده انا راجل وراجل صح. على فكره انا اشهد له شهاده لله، هو راجل وحيطلقك دلوقتي. ايه هطلقك يا سمنت؟ عاوزه تطلقي هطلقك، انا ما يهمنيش، لو عاوز اطلق هطلق. تخلص يا طلقها ولا مش راجل؟ مش راجل ها؟ ايه ده؟ مش راجل. هطلق بقول. مش راجل. روح يا سمنت وانت. يا ما تخليه يطلقها، هو هيطلقك انت. انت طالق يا سمنت، طالق بالثلاثه. راح فين يا كيوت. قوم يا فزية، قوم فز. كبير، امر جنابك يا كبير. انت ايه اللي منيمك من اساسه؟ جايبك تحرس جنينة اطفال ولا ايه؟ ومين اللي في حضنك ده؟ ما يا كبير من وانا صغير قد كده ما اعرفش انام من غير قعيدي. ده عيدي؟ ايوه كبير. معلش كمل نومتك، ولما يجي الحرامية ابقى صحيح. ماشي يا كبير. قوم يا يا كبير مش قلت نام؟ يا كبير انا ما بقيتش قادر، بقالي كتير يا كبير ما روحتش بيتنا. ما روحت بيتكم ليه؟ مين اللي كان في النايت شفت امبارح؟ اني. والمورنينج شفت؟ اني. والافترنون شفت؟ برضك يعني. ليه؟ ما هو من ساعة ما الزعمة مشي يا كبير وانا اللي عامل كل شيء. انا قلت لك يا لو جبت سيرة الزفت ده هقطع شلقك. امال هقول ايه يا كبير؟ قول زفت الطين، قول ربراب. خلاص يا كبير. انا كده فهمت. خلاصة الموضوع انت بقيت واد خرع وعاوز مساعد معاك. غور من وش السعادة. اللي تشوفك يا كبير. بقول لك خليه قاعدة. قاعدي بتاعي. خليه ياد. ايه الظلم ده؟ ظلم. كبير توماس
يا كبير، وحشني حقيقي، وحشني بصحيح. يا كل حاجه وحشاني يا كبير. الدوار، الكاريتا، الحمار. انت عارف اكتر حاجه وحشاني ايه بقى؟ هديه وحشاني بشكل غير طبيعي. هي فوق؟ ايوه قاعده فوق نايمه على السرير على جنب. اطلع فوق وانا اجيب لكم 2 ليمون. هايل. انا رايح فين يا ابني صرمه؟ ايه وحشاك دي؟ لك وحشه ما ابوي ياكلك حي. انا اسف. عارف مين كمان وحشني؟ مين؟ فزاع. وحشني بشكل برضه. بقول لك ايه صحيح، انا سمعت انه اتجوز مامتك. الكلام ده بجد؟ وطلقها ورميتها برا الدوار كيف الكلب ومش لاقي شغل دلوقتي. حرام. انت ايه اللي جابك من اساسه؟ انا جوني كان قال لي انك في امريكا شغال مع الواد ده اللي اسمه جاستن بيبر. لا هو مورجان فريمان. لا مؤاخذه بلخبط بيناتهم علشان يعني الاثنين من اصل افريقي وسمر. لا بس جاستن مش اسمر. الاثنين ممثلين يعني. جاستن برضه مش ممثل. الاثنين امريكان. جاستن مش امريكي يا كبير. الاثنين رجال. لا جاستن مش راجل بقى. خرب بيت بلاطك وانت مهمل مشاغلك في امريكا وجاي يسخف عليا هناك. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. انا فاضي بس، وجاي هنا بقى اقعد معاكم لغايه لما تزهقوا مني. بقول لك ايه، هو جوني فوق صح؟ فوق. اطلع له بقى. اكيد وحشني جدا، اكيد وحشني. بقول لك ايه، عايز ايه؟ هو ممكن تخلي هديه بقى تعمل لنا غدوه كده بايديها الحلوين دول، عشان هي نفسها في الاكل. انا بحبه، عندها تكات. يلا يا كبير. اطلع يا باي باي. المشرح ناقصه قلت له انها تبقى وقعه بقطرنا قطرين مليطه بطين. بقول لك يا سيدوني ايه هو الانستجرام دي زيه زي الفيت بوس؟ يعني ده حاجة وده حاجة، بس ايه almost the same. يعني ينفع ابعت حد رسالة على البريد الالكتروني؟ لا ده حاجة وده حاجة. طب ينفع اخش غرف الدردشة اتكلم مع حد؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه خالص الصراحة، بس يعني انا جاوبتك. ده حاجة وده حاجة، الفروق يعني طب ينفع اخلي حد يفتح الكاميرا وانا افتح الكاميرا؟ ما ينفعش تشقط من الانستجرام، ما ينفعش. انا ما عاوز اسكت. عاوز تشقط وما ينفعش بقول لك. ده خسارة. ده انا بقالي شهر بتابع صفيناز ونفسي اتكلم معاها على الخاص. بتتابع خالتك؟ خالتي يا سيدوني؟ صفيناز الرقاصة. ايه ده، هي خالتك رقاصة؟ يا سيدوني صفيناز اللي بتلبس الفهد دي. This is so weird. واحدة بتلبس فهد؟ بتلبس كيف الفهد يا سيدوني؟ اللي هو التايدر دي. لابسة البرنت كده زي التايجر. سيربرايز. صفيناز؟ انا توماس يا معلم. ايه ده؟ ايه يا جوني؟ ايه المقابله الفتره دي؟ عايزني اقابلك ازاي يا توماس؟ اقابلك ازاي بعد اللي عملته معايا في امريكا؟ ليه؟ وانا عملت ايه يعني في امريكا؟ وهي دي حاجه تتنسي؟ وانت مالك انت كنت معانا؟ ما تكلمش هدرس بالاسلوب ده. ده ولد لويل وما بعنيش من اول ملف. ايوه انا رويال وما باعكش حتى يا سيدوني في تاني ملف ولا تالت ملف ولا رابع ملف ولا خامس. خلاص يلا خلاص بقى. جوني انا ما بعتكش، انا جالي فرصه شغل. يرضيك يعني ان اخوك توماس يجي له فرصه شغل كويسه ويرفضها؟ اخوك؟ وهي الاخوه انك تبيعني، تبيع اخوك؟ تبيع اخوك لما فيلم تايتانيك 2 يفشل وتروح تشتغل مع مورجان فريمان؟ هو يعني عشان ممثل فاشل تقوم ترمي رمية الكلابك دي؟ ولا انت هتزيد يا جوني. انا ما بعتكش حتى لو كنت فاكر ان انا بعتك، فانا خلاص اخدت جزاتي. تستاهل. انتوا ما تعرفوش مورجان كان بيعمل فيا ايه. اوه ماي جاد. كان بيعمل ايه فيك؟ بيسكر كل يوم وكان بيضربني. ضربك بايه وفين؟ بأي حاجة تيجي في ايده. أحقر حاجة ضربني بيها هي المنفضة بتاعت السجاجيد. مورجان ضربك بمنفضة السجاجيد؟ الكلام ده كان في شقته اللي في الوايلي؟ هم عندهم نجمة وهلال اللي انت هتستعبط يلا؟ ده كداب يا سيدوني. الأستاذ مورجان فريمان لا يمكن يعمل كده. ده فنان خلوق. كيف الأستاذ رشوان توفيق؟
الواد ده بيتكلم صح. انا لسه شايف له فيلم من قريب كان بيجسد فيه دور ملاك. انا صدقته. ممثل شاطر. مورجان ممثل شاطر، لكن مورجان الحقيقي مش ملاك، انسان بشر. الراجل بينام بالجلابيه وبيبقى فيه شويه شاي متبقيين كده في الكوبايه، بيطفي فيهم السيجاره وبيمشي في الشقه بيسحف في الشبشب بصوت قذر. انت بتتكلم عن مورجان ولا عن البواب بتاع مورجان؟ ده وحش كاسر. انت مش عارف مين كان بيطلب مني ايه؟ كان بيطلب منك ايه؟ لا بلاش. بليز قول، احنا اخواتك. كان بيعمل حاجات تحت السرير ويطلب مني انزل اجيبها. كنت بتعمل ايه؟ كنت بنزل اجيبها. اوه ماي جاد، كنت بنزل اجيبها. ما بحبش تلامس الشباب. وبعد ده كله ورغم كل اللي عملته معاه سرق موبايلي وطرد. ما خلاص يا عم انت، احنا مالنا احنا ومالنا زواتك. يلا لم خلاجاتك وهنبقى نشوفك بحاجه كل اول شهر. يلا غور من هنا يا سيدي، يلا بقى. غور قوم امشي، اطلع بره. يا بره. سوري قوم، سوري قوم معلش. انت قطعت قلبي. Guess what؟ انا سامحتك. ما تلمس، ما بحبش احضان الشباب. حلوه النضاره دي. اتفضل. كبير يبقى اشرب الشاي، اشنق عشان ارد عليك. عاوز ايه؟ خليص خلصت، زقيت الغيط البحري. ربنا يبارك لك يا سيدي. طبعا. خد يدي عبيط يا. ايه؟ اسمعني زين، ستك هديه عم تقول ان في حاجات هتضيع من الدوار. صحون نحاس، شوك، سكاكين، حاجات من دي يعني. انا ما خدتش حاجه انا. يا حد قال لك؟ حد وجه لك اتهام؟ ما اكيد مش انت الحرامي، الحرامي لازم يكون ذكي. انت اصلا مخك ما فيش فيه الفص بتاع الاستنتاج، ما تعرفش ان الحاجات دي بتنباع وبتنشر ولا ليها قيمه من اساسه. فاكر ان الحاجات دي بلت ان جوا الدور تفتح تلاقي الصحون. خد يا متخلف. ايوه انا خلصت حديثي. خبر يا ابوي. قصروا. انا متوكد ان ستك هديه ممكن يكون متهيالها ان الحاجات دي ناقصه، تكون حطاها في درج ولا حاجه وناسي. بس برضك للاكاده عاوزك تفتح عليك زين وتوقف قصاد الدوار. لو ناموسه عدت، ناموسه، عاوزك تقبصها وتجيبها لي. واقف ليه يا تلح؟ ما انا ما خبرش اذا كنت خلصت حديثي. خلصت حديثي غور داهية. مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ يا عيني، عشان ربوك وانت صغير انك لما حد يخبط الباب تفتح تقول مين اللي بيخبط؟ حافظ مش فاهم؟ لا حافظ ابويا. انت عاوز ابويا؟ اقول له مين معلش؟ ادائك فيك قوي يا هدرس، قوي. بتمثل عليا ليه؟ ده انا جاي اصالحك وعارف انك زعلان. وازعل منك ليه يا سيدوني؟ عشان زعطتني؟ ايه زعطتك دي؟ زعطتني يا سيدوني. ما زعطتكش. شوف مين اللي زعطك وانت صغير، انا ماليش دعوه. انت اللي زعطتني يا سيبني سيدوني. بالك عليا يا ابني. مين اللي زعطك؟ ويعني ايه زعطك اصلا؟ يعني طردتني. داي. طب ما تقول كده يا عم، بلاش الكلام اللي بيحتمل معنيين ده. عموما انا مش زعلان يا سيدوني، ما انت اخو الكبير، كبارات البلد واعيانها، واحنا الفلاحين الغلابه، عمالك الطيابه اللي بنطبخ لكم ونوكلكم ونمسح لكم بس في ليميت. ما تنساش نفسك يا ادرس، مش عشان كده صالحك بنفسي هتزيد. عموما
خد ده I'm sorry. اهدى يا سيدوني، انت ده يتصلح على شيحه. هو فعلا اوفر قوي، ممكن تفرش بيه جنينه. بص بيني وبينك انا يعني من جوايا عارف انك فيك نزعه حيوانيه وواطي شويه. يعني انا كنت هجيب لك الحقيقه حاجه تتاكل، ما لقيتش. كل اللي لقيته حاجه كده عندهم كلهم حجمها ما بين قالب الطوب الاحمر والمقلمه، اسمها شمعدان احمر الشبح. واه كنت هاته يا سيدوني، على الاقل اشيك. اشيك؟ calm down جوني. بص يا هدرس، انا كنت جاي باختصار عشان اصالحك واقول لك اسف اني طردتك زي الحشره، ويلا نفتح صفحه جديده وتبقى الاسيستنت بتاعي. بس انا عندي شروط يا سيدوني عشان ارجع السيستر بتاعك. اكسكيوز مي، ترجع ايه؟ السيستر. ايه هي؟ اني اجيب لك طقم النيرس كله كامل بسولوفانتو مع الكرباج بتاعه؟ لا لا لا. اول حاجه عاوزك تزود لي شبكه المرتب. دي زي شبكه الري؟ شبكه المرتب يا سيدوني. يعني ايه؟ النت سالري. اوكي دان. موافق؟ موافق. تاني حاجه يا سيدوني، عاوز تامين صحي شامل. بص هو انا مش عارف مين اللي بيغششك الكلام ده لانه مش لايق خالص على الكاركتر بتاعك، بس اتس اوكي. انا موافق. تامينك انت وعيلتك كلهم عند دكتور ربيع ما تزيدش عن 36 جنيه. اوكي دان. طيب لاست اوردر يا سيدوني، عاوزك كل خميس ودمعه توديني ساقية الصاوي. يا ابني وانا خلفتك ونسيتك؟ ايه ساقية الصاوي؟ هدرس انت بقيت مثقف. بتشوف مين هناك وبتتابع مين؟ نصير شمة؟ لا 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 لا، بروح فرقة كاريوكي. كاريو ايه؟ كاريوكي بتاع يا الميدان كنت فين من زمان. عرفتهم. اصل انا بحب امير عيد قوي يا سيدوني، ونفسي اديله ستريبسلز ولا دنزبيل عشان صوته ده. فيك الخير يا هدرس، فيك الخير يا حبيبي، فيك الخير. طيب اديل. وانا ان بورد يا سيدوني. اون بورد يا حيوان، ولو فتيت في الانجليش تاني صدقني حظوتك. مش قاعد تنبر فيها وتقول في 2 شبر فاضيين 2 شبر فاضيين، اه بقى المحل كله فاضي. ده انت نبرك دكر ولد. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ازاي تكلمني بالتون ده؟ انا الاونر. انت اوفر. لحظه واحده. اوه ماي جاد، هو بيقلع عليه. ادي الامبريلا بتاعتك. انا مستقيل، انا رايح اشتغل عند ابو طارق صاحب الكشري الخارق. روح وانت طالق. يجي خلاص يا سيدوني، بعت كل حاجه، الكراسي والترابيزات وكله. اتفضل. ده الحطام؟ ده اللي فاضل من حلمي اللي قعدت احلم بيه ايام وليالي وسنين. ايام وليالي وسنين ايه يا سيدوني؟ دول هم اسبوعين. انت مش عارفك انا كنت بحلم بيه من امتى؟ انت كنت جوه دماغي. محل اللي من حبي ليه اديته عرقي وجهدي وبنيته طوبه بايديا دول. هو انت مديت يدك في حاجه يا سيدوني؟ دول العمال هم اللي بنوا ونجشوا ودهنوا وعملوا كل حاجه. انت جيت مره واحده وقفت عملت كده ومشيت. على فكره انا عمري ما اقف اعمل كده، دي مش وقفتي اصلا. انا وقفتي فيها سواج. وقفتي ممكن تلاقيني واقف اعمل كده، واقف اعمل كده. انا عارف نفسي. انت بتفتي. وبعدين انت جاي ليه هنا اصلا؟ انا جاي اديك الفلوس. خلاص اديتها لي، غور في داهيه. سيدوني. نعم. النهارده الخميس يا سيدوني. اوه ماي جاد، عايز ايه يلا؟ احنا مش اتفقنا يا سيدوني؟ اتفقنا على ايه؟ اتفقنا نعمل كده كل خميس. مش انا، ما اتفقتش انت ولا انت الوحده وصلتك للحاله دي؟ سيدوني مش احنا اتفقنا كل خميس توديني ساقية الصاوي؟ ساقية الصاوي؟ وانا ما قلتلكش؟ لا. انت مرفوض. هتبقى عاطل وفاشل زي اللي مشغلك بالظبط. خلاص انا وانت هنرجع لحياتنا الاولانيه.
من غير شغل. كل واحد يرجع لحياته الاولانيه بقى. انت ترجع بدل ما تروح ساقية الصاوي تروح الساقية عادي تعوم ملط مع اصحابك، وانا ارجع لحياتي الاونلاين بقى تاني. تشيك الفيسبوك، اشوف الانبوكس، واحد يعمل لي بوك ارد عليه بوك. اوه ماي جاد يا ابن الكلب يا توماس. عمل ايه يا سيدوني؟ شوف بنفسك اهو. يا ابن الكلب انت لحقت تقرا؟ ما هي صورته يا سيدوني. ما انا عارف ان صورته ايه، انا بقول لك اقرا اهو. يا ابن الكلب شفت فهمت حاجه؟ ما انا ما لحقتش اقرا يا سيدوني. امال بتقول ابن الكلب ليه؟ بتقلدني وخلاص. مش انت قريت يا سيدوني؟ سرق حزلقوم زي ما سرقني. باع فكره محل الكشري لستيفن سيجال بره. انا طول عمري بقول على الواد ده عيل تعلاب. قصدك تعبان يا سيدوني، تعبان. انا قصدي تعلاب. التعلاب ده رمز الوصوليه، انما التعبان رمز الخبث. لا يا سيدوني، الخبز رمز العيش، اما التعبان فده رمز الصيدليه، بيبقى واقف كده جنب الكاس ونفسه يشرب منه بس الدكتور شايفه بص يا هدرس، تعلاب دي انا سمعتها كتير ومتاكد ان اللفظ كده، سمعتها في كل المسلسلات المصريه. دايما تلاقي فيه تو كاركترز كده موجودين في كل المسلسلات. البنت اللي هي بيئه وعامله نفسها بنت ناس وتيجي تقول قول لي بقى يا سي بوبي، التركيبه دي. وفي الواد اللي بيبقى تعلاب يفضل يتعلب لحد ما يوصل للبطل ويموته. ايه قصدك دحلاب يا سيدوني؟ جحلاب ممكن تبقى جحلاب فعلا. لا دحلاب. ايوه دحلاب بالجيم. ايوه انت بص، انت عندك عيب خلقي من ساعه ما عرفتك وما كنتش عايز اقوله لك. انت لسانك تبقى نفسك تقول جيم بتطلع منك دال. يعني قول جهاد كده داد يبقى جحلاب. الو. ايوه يا جوني. يا كبير. ايه انت فين يا؟ تعال انا عايزك في موضوع مهم جدا. معلش ايه الصوت ده؟ انت دايس على قطه؟ قطة ايه يا؟ اخوك حزلقوم محروق وبيبكي جامد بتشحتف. مش عايز اشمت بس يعني معلش، قول له من فحر فحرة في اخيه هو فاهم الباقي. فكك بس من الجو ده دلوقتي. بقول لك ايه، عاوزك في حاجه مهمه. شوفك ده لو ناقص من عندك لابتوب، دولارات، حظاظات، بوكسر، حاجه من حاجاتك الصيص دي. اشمعنى يعني ليه؟ اصل الواد بعزق قبص الواد توماس وهو طالع من الدواره ومعاه بؤجه فيها حاجات كثيره، يعني لابتوبات، شمعدان، حلل، حاجات من دي. اوه شيت. طب بقول لك ايه، انا جاي. سلام. زين. يعني دلوك الواد النطع ده سرقنا احنا الثلاثه صح؟ ايوه الله ينور يا كبير. جوني ما تسيبنيش يا جوني والنبي، ما تخليهمش يعملوا فيها اي حاجه، انا ما سرقتش اي حاجه والله. انت تخرس خالص، انت كنت هتوقع بيني وبين اخويا. فشل يا جنجون. ساعة عليك النبي ما تزعل مني، ده الضفر عمره ما يبقى ميه. ثانكس مان. مش عارف اقول لك ايه، ده حتى عصافير البطن بتتعارك. سليم. بس هاد انت وهو لخبطت اللغه، الله يلخبطكم. انا بس اللي مجنني واحد سارق فكره بملايين الدولارات، ايه اللي يخليه يسرق معاه ويطافص الحاجات دي؟ 7 اطباق نحاس وشمعدان، ليه؟ عشان حقير، حرامي حقير. السرقه دي بتبقى فيروس في الدم كده، حاجه في دمه. اي حاجه يسرقها غاليه رخيصه مش مهم، لو لقى لكلوك معفن مخروم من الصباع كبير هيسرقه برضه. وانت يا حالتي جايب رجليك للمزاريطه عشان تسرق الكبير واخواته ومفكر انك هتمسك ده عادي؟ يا كبير انا راجل مريض، عندي داء السرقه زي ما جوني قال لك بالظبط. المفروض تعالجوني، جهل منكم انكم تسيبوني كده. انا من وانا صغير وانا بسرق يا كبير، بسرق السجاير من ابويا والكورن فليكس من امي، وكان في عربيه حمراء كده بتاعت اخويا بحبها. بس يا عم برنامج خلف الاسوار، بس يا حبيبي بعثك اكتم الواد ده. لا بيتك ايه يا؟ قلت لك اكتمه ومش اكتمه للابد. اكتمه كيف يعني يا كبير؟ هو بيعمل كده ليه؟ ده فصيلته هو كده، الصوت ده بيطلع مني لما يكون مبسوط وفي موسم التزاوج. عداك خلقه؟ ايه حطه على خشمه. ايه الخلقه دي؟ ايه الخلقه دي؟ هتعرف بيتك كفنت الواد، كفنته وقف ما بتعملش حاجه. جبتك يا عبد المعين. كبير
فوت الواد ده 5 دقايق وحدين. اصبر يا ادكل، انا اخلص معاه بعد كده املهولك 5 دقايق تلعب بيه. لا بقول لكم انت وهو ما تنسوش ان انا امريكاني وممكن اوديكم كلكم في 60 داهيه. وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. اقليم المزاريطه كلته خارج نطاق معاهده جنيف، يعني عادي. ما حدناش غير معاهده واحده عملناها مع كفر ابو حمار بخصوص مشكله السمك الفطسان في المي وحاجه ما لكش علاقه بيها، ايه التدخلات دي. المهم بما انك انت عندك داء السرقه فالعبد لله عنده داء التعذيب. خبر فيلم سوياد؟ خبره بتاع المنشار؟ قسما بالله لا اعمل معاك حاجات سايكو ما جاتش في دماغ المخرج بتاعه ولا حتى في دماغ السفاح المأجور ده اللي عم يلبس قناع كيف الجزمة الكروكس. جيسون؟ جيسون. تحب تبدأ بإيه؟ تحب تبدأ بإيه؟ بالسطور؟ لا. ولا بالكرباج؟ ولا بالمنشار؟ ولا تحب نسخنه كده بالسويس نايف؟ انا والله العظيم فهمت. اعمل لك حاجه كوليكشن معتبره كده على مزاجي، كوليكشن الكبير. لاصحاب القلوب الضعيفه واللي اقل من 18 سنه كله يلف وشه بالمندار. انا معيش منظار يا كبير. بقول لك ينفع اصور الفيديوهات ده؟ ايه هحطها عندي انا في قلب الوثائق المتعدده في قلب الاستديو. بس خلي بالك ياد ما تبينش وشي، وعايزين تحبسوا بالفيديو ده. لا ما تقلقش يا كبير، عيب عليك. بص يا زندون بيعمل فيه ايه؟ ايه ده؟ الحق بيفك له مناخيره بمفتاح الالانكيه. امسك الفخده دي. بجد يا حضرة الظابط ميرسي كتير جدي. انت مش فاهم، انت اكنك زي ما بتقولوا كده احييتني من جديد. يعني البيتش باجي ده له ذكريات خاصة قوي معايا. احنا تحت امرك يا استاذ جولي، الشرطة دايما في خدمة الشعب. ثانك يو I can't wait. هو هيعدي امتى؟ هو مين؟ البيتش باجي اهو. نايس وان. بجد هو فين؟ ورحمة امي اهو. اهو ايه ده؟ توك توك. ارقام الشاسيه اللي بلغت عنها في المحضر مطابقة لارقام المركبة دي. سو وات؟ يعني لو خدت ارقام الشاسيه دي لزقتها على حوت هيبقى الحوت ده بتاعي؟ لو لقيته ربنا يبارك لك يبقى بتاعك. اقول لك على حاجة، ارقام الشاسيه لو مطابقة لعيل من عيالي خده، ربنا يبارك لك. ده ورق يا استاذ جوني وحكومة، ورق. الدنيا مش كلها ورق، في سنس. انت ما بلغتش عن سنس مسروق. سنس ايه؟ تعالى بس تعالى. ده اوه ماي جاد، ده هو بجد. ايوه. مين اللي عمل فيك كده؟ وايه ده؟ ايه الشخاليل دي كلها؟ والقرد ده مربوط من ده مش ديله، مش ديله. حضرة الظابط اتفضل هات الحيوان اللي عمل العمله دي. سعادتك جاري البحث عنه لحد دلوقتي. بس تصدق يا سيدوني الواد اللي سرقه دي باين عليه شاب طموح، ده مقفله تكفيله زين. انا كان عندي نفس الفكره دي يا سيدوني، بس انا كنت عاوز اعمله كرفان، وجات لي الفكره من فيلم كرفان في الشارع بتاع الاستاذ عادل امام. اتفضل حضرتك فكهولي. لا احنا نجمع بس ما نفكش. امال مين اللي هيفكهولي؟ نشوف لك حد يفكهولك، والاحسن بقى احنا نعمل لك ورق ونرخصه توك توك واطلع اشتغل عليه وقلب فيه عيشك وهيسبوبه كويسه واخد منك 20%. مش موافق. فرصه حلوه يا سيدوني وانا هشتغل لك عليه. انا ماشي. رايح فين يا جوني؟ وانت مالك رايح فين؟ يعني ايه انا مالي؟ يا بابا الحلواني ماشي كده، مش في اجراءات لازم تخلص عشان تعرف تمشي. اجراءات؟ كلمة اجراءات دي مسلسلاتي جدي، عاملة بالظبط زي، على فكرة انا معايا كل المستندات اللي ممكن تقول. ايه المستندات وايه الاجراءات؟ ايه الاجراءات؟ هقول لك ايه الاجراءات. هما ساعتين زمن هتقعدهم هتمضي شوية ورق وبعد كده تتفضل تمشي. ما قالش ايه الاجراءات برضه، خدت بالك؟ توه قال لك ساعتين. ساعتين مش هينفع ساعتين. ليه؟ علشان ما ينفعش افوت فقرة السحر القالش. الكبير اصله جايب ساحر قالش كل العيبه مفقوسه بالنسبه لي، موجوده على اليوتيوب حتى يعني، علشان عيد ميلاد ولاده الاثنين. فكرتني
سيدوني. ايه ده القلش ده ابوك؟ يا راجل الكبير عازمني على المناسبه دي ولازم اتحرك دلوقتي. طب انا هادي معاك يا باشا. يلا يا هجرة يلا بينا. ايه الوطو ده؟ في يا سيدوني؟ بتبيعني؟ بتبيع الراجل اللي عملك؟ مش هتقف معايا في الاجراءات؟ ايه هي الاجراءات؟ الاجراءات حاجه هتاخد ساعتين كده. وانا هقعد ساعتين يا سيدوني؟ انا لازم اروح دلوقتي عشان اجهز نفسي. تجهز نفسك؟ ما حسسني اني بكلم انجلينا جولي وهي راح تاخد الاوسكار. ده عيد ميلاد في المزاريطه وانت اساسا معفن. متشكر يا سيدوني. يلا بينا يا باشا. يلا يا هجرة. يبقى حصلنا بقى يا سيدوني. ابقى قابلني يا جوني. انت مش هتسكت؟ هتسكت يا دوني؟ بلعب معاك يا بحث. ليه ما ضربت معاك؟ طب اقول لك سر؟ ايه؟ اديني ودنك. اها. ايه مخبلتوه في ايه؟ عملت ايه اكلت؟ انا فضيتكم يد نغنيخ صغيرين فوق بلادكم قسما عظما اللي هيتغابى فيكم لا تصفخوا كفته في اسنانه. اهلا 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 حضرة الضابط. هابي نيويورك يا كبير. عقبال ان جالك نجل وكل نجل باسمه. بس يا ريت ننجز عشان سايب الاسم لوحده. امال ايه؟ اتفضل اتفضل. الحقيقة يا مدام هدية ليلة من ألف ليلة. العيد ميلاد ده بيفكرني بأول عيد ميلاد عملهولي داد لما خدت بطولة الاسكواش. يا سلام سبحان الله. حضرتك عارفة أحمد برادة؟ ايوه طبعا امال ايه؟ هايل كويس جدا. كويسيه يعني. بس إنك عارفاه. عدي روح هات لنا الشموع خلونا نحتفل. يلا يلا بسرعة مدام. ده انت نخ بطولة سكواش ايه اللي خدتها وانت عندك سنة؟ لا انت مش واخد بالك يا كبير، ما اصل انا وانا عندي 6 شهور كنت بلعب ووتر بولو، بس داد لقاني فشلت. بقول لك ايه يا اكتم اكتم. ماما وير از ماي ماني؟ تعال يا حمار. انا قلت ايه؟ مش عيد ولاد يا كبير. ايه؟ عيد ولادك. يا كبير يا أيوة. كبير بقول لك ايه يا كبير، انا لقيت التورته دي هناك، انت اللي جبتها ولا مين؟ ايه دي؟ واه دي شكلها زينه قوي. هنعملوا بيها ايه؟ هنلبسوها يعني؟ هناكلوها طبعا. ده كان الواد جوني هو اللي جابها. بقول لك ايه؟ تعالي نحط فيها الشمع دي احلى. ماشي فكره زينه. يلا يا جماعه يلا نحتفل. ضاعت الحفلة. ينعل أبو الإجراءات. بس مصلحة. هستفرد بكيكة ده باين له هيبقى ربراب متطافح. طيب انت دربتي بعد ما تدهني وشك بالزبادي تجيبي اللوبيا ام عين سودة وتطحنيهم وتحطيهم تحت عينيكي؟ ما اقولكيش مفيدة جدا عشان الحالات السودة. لا انا هقول لك على وصفه اقوى بكتير. قولي. انت تجيب صوص الباربيكيو وتدق عليه فصين توم وبعدين تحط عليه نقطة جليسرين وبعدين تدهنه على وشك زين، هيدي وشك لمعة وبرنزاج كده. واه برنزاج كيف تامر هدرس ولا علا غانم؟ لا كيف الأستاذ خيري رمضان. ايه ممكن برضه،
بس صدقيني يا ست هديه، انا من ساعه ما دربت وصفه الزبادي دي وانا حاسس ان انا اتغيرت. فرق معايا. اولا ما بقيتش اعطش، تاني حاجه بشرتي بقت انعم واطرى. صح يا دي هدرس؟ ايوه صح، حتى دستك دي. دي نعمة قوي. What the hell is going on؟ واه، انت شايف اللي انا شايفاه يا دي هدرس؟ ايوه دي هي مين؟ بس كيف؟ ايوه صح، كيف؟ دي ما بتطلعش غير للاستاذ احمد هارون والاستاذه مي سليم. دي حبايه دي ولا ايه؟ امال طلعت لنا احنا ليه؟ يمكن عشان قلنا نعمة ونضرة. ايوه صح صح، هي مين؟ فاتكة. فاتكة ايه؟ هدية، انتوا كلتوا من الكيكة البني اللي عليها رسمة الماريوان ورقة شجر شبه ورق العنب؟ ايوه كلت منيه. ومين تاني كل؟ كلنا، كل المصريين. الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لمدي لمة رجال، والهادي مع السوهاجي والكناوي والقناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السوايس الدنيا هايصة كده كده. بس فين الكبير؟ كبير مين؟ انا ما فيش اكبر مني هنا. بقول لك ايه يا سجوني، سيبك من الكبير والصغير، تعال دس هدرس، شوف بشرته نعمة ونضرة كيف. نعمة كيف البيبي؟ دسك دي؟ دس ايه يا ابني؟ لسه بقول لك. مش هدس. لسه بقول لك تعالى دس. اوه ماي جاد، بقول لكم ايه، هروح اشوف ايه اللي بيحصل. هدرس بابا، ماسك الجبنه القريش ده مضر عشان بشرتك، هيجيب لك ترهلات. لازم ناخد بالنصيحة. شكرا فاتكة. الجملة سليمة، الرصاصة مالهاش فيها بعد، أنا خسرت الرهان. لا ما خسرتش أنا الرهان، أنت اللي اتحركت. لا أنا ما اتحركتش. كده؟ طيب نجربه تاني. خد الطلقة دي. اوه شيت. الجملة ما اتكسرتش يا بعزك وخسرت الرهان للمرة التانية. اوه ماي جاد، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كلمتوا؟ ولا حاجة، احنا كنا اشرف، اوه ماي جاد انت بتموت يا اشرف، بتموت. أنا زين يا كبير. كبير مين يخرب بيتك، انا جوني. ايوه هو عم يقول لي خسرت. اوه ماي جاد قلب زومبي، يلا بينا على المستشفى يلا. سيب القلة، سيب القلة. افتح بقك. يا سبحان الله، ده ايه يا ابني اللي جاب لسانك هنا؟ وايه السنان دي كلها؟ في ايه يا دكتور؟ انت بتشتكي من ايه اصلا؟ انا ما بشتكيش من حاجه، اخويا هو اللي جاي يكشف مش انا. انت ما بتشتكيش من حاجه؟ اوكي خلاص. طيب شوف، انا هكتب لك دواء ما تمشيش عليه لمده اسبوع. ما بتشتكيش من حاجه، وبعدين تجي لي استشاره عشان الدواء ده لو ما ينفعش اكتب لك دواء تاني ما تمشيش عليه برضه لمده اسبوع تاني. بره بره ولاد الكلبه، بهايم بره. انا دكتور help me please. اشرف اشرف you can do it you can do it. يلا اشرف بليز، اشرف هيروح مني. اشرف ازيك؟ ليك وحشه. انا بعرفك عليه، الحقوا. ماله اشرف؟ بيشتكي من ايه؟ زي ما انت شايف يعني عنده كحه موسميه وتسلخات بين البنين علشان بيجري في الحقول من غير بوكسر. مضروب 3 طلقات. 3 طلقات؟ ده ممكن يسهل في اي لحظه. ده غير الكحه والتسلخات دي ممكن يعملوا له نزله معويه في اي، مش عارف، في حاجه بتلزق في الجلابيه، هو مش عارف دي بويه ولا ايه. بلاد. اوكي منت. سونيا، تفتكر اكتب له ايه؟ مان this is so weird. مين سونيا دي؟ سونيا دي زميلتي، اتعرفنا على بعض في براغ، كنا بناخد الزمالة مع بعض، بس هي أكبر مني شوية عشان كده هي كونسلتنت. أنا متأكد 100% إنك رحت عيد ميلاد ولادي الكبير. أنا وسونيا. I can tell. وكلتوا من كيكة براونش؟ قطعتين. أنا قطعة وعزمت على سونيا بقطعة، بس هي قالت لي بليز مش قادرة، فعلا مش قادرة، أصل هي عاملة دايت حبيبتي، بس حتى هتلاقيها تخنانة هي شوية. بقول لك الكبير فين دلوقتي؟
الكبير اخر مره شفته كان ماشي مع المأمور. اوه ماي جاد، يعني ايه ماشي مع المأمور؟ سونيا خشي اوضتك دلوقتي. دي كلمه تقولها قدام البنت. يعني ايه؟ ووكينج. جاست ووكينج. يس. دام، وضح كلامك. ماما سونيا لف يا حبيبتي خلاص. بقول لك ايه، انت لازم تحبس نفسك في العاده هنا اتليست 3 days عشان تفوق من الدماغ الجامده هدي اللي انت عاملها دي. اشرف سي يو ان هيل. اوه ماي جاد. بقول يا سونيا، احنا هنقضيها ادب ولا ايه؟ اخ يا سونيا. الانكار ما يجيبش نتيجه. ما تخلص يا اخلص. انا خبر زين ان انتوا العصابه. فين البتش بقي؟ يا فندم احنا مش عصابه. ولما انتوا مش العصابه، الراجل ده خايف ليه؟ بطاقتك يا فندم حضرتك ده طفل صغير عشان كده خايف. طفل اساميته فتاكيته منامينه. ايه يا باشا؟ ايه خالت عليك ولا ايه؟ خد يا تعال هنا. روح يا. مين قال ان ده طفل؟ ممكن يكون قزمة عنده 46 سنة ومطلق مرتين. ايه؟ انطق يا عندك كم سنة؟ حرام عليكم انتوا مجانين ولا ايه؟ ده ابني يا باشا. صرخة أب. ده أب حقيقي. خالت عليك. لا أنت ما عندكش قلب. ده أب حقيقي. أنا آسف. آسف حقك علي. أنا عارف إحساس الأبوة. آسف. طريقك أخطأ. أنا محقوق لك. اطلع. تنجز يا تنجز عاد. انجز انجز. يا كبير بقى، ولا هنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه يا كبير؟ ده كلام. لا مؤاخذة. ايه العصابة دي عوقتك كده ليه؟ ما بقاش في احترام ابدا للمواعيد. ما بقى الاجرام اتقل بركته يا كبير. العصابات زمان كانوا ولاد ناس ومحترمين، كانوا يدخلوا عليك في اللجنه كده يديك مزد قبل ما يخش. ايام يا باشا انت عم تتكلم على زمن السرقة الجميل. ايام زمان دي كان الحرامي من دول شيك، يلبس يونيفورم، تلقى ابيض في اسود في ابيض في اسود، تعرف الحرامي من اخر الشارع. اقول لك على حاجه، عشان كده بخاف اسيب الاسم لوحده. ليه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده يا حضرة؟ مين فيكم المأمور؟ انا هوديكم في 60 داهية. ايه يا عم انت جنيت ولا ايه؟ انت ما خبرت انت بتتكلم مع مين؟ انتوا اللي مش عارفين بتتكلموا مع مين؟ هيكون مين سعادتك يعني؟ مدير الامن. انا مساعد مدير الامن لواء سعيد العدوي. اي حد يقول لي لواء اصدق ان لواء الراجل ده زعيم العصابه. عصابه ايه؟ بقول لك مساعد مدير الامن. والله لما تكون مساعد مدير تشيل نفسي. عشان خاطري يا كبير ما تضيعش نفسك، ابوس ايدك ما تضيعش نفسك. اي حد هيعدي هنا هيزاولنا يد ولا ايه؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ اخرس. خدوا الكلب ده على البوكس لغايه لما نروح للاسم. يلا ايدك. يلا مش عارفين انا مين؟ على البوكس. لازم 60 داهية. على البوكس. ارمي حياي. فكرنا سايبه ولا ايه؟ بيزاولونا يا كبير. هديه جيبي لي ميه عشتاه. انت يا جاموسه انت يا بنت.
الو. ايوه يا كبير. ايوه يا بقرة، والله توحشتك يا بنت وتوحشت الحديث معاك. وانت كمان توحشتك قوي. تجي متى يا بنت؟ يعني هاجي ان شاء الله كمان اسبوع. اسبوع تاني؟ ليه؟ هو الحج ديري تعب تاني ولا ايه؟ ده تعبان قوي يا كبير. الف سلامة الف سلامة. وانت عامل ايه يا كبير؟ انا زين الحمد لله. المحافظ جاي بكره الصبح، يعني زيارة ويفتش. وهتعمل ايه؟ عامل ايه يعني؟ عمل ربنا. قاعد بظبط في اهل البلد. طب خلي بالك يا كبير، لحسن اهل البلد يكسفوك قدام المحافظ الجديد ده، بيقولوا عليه معلش مش شديد. سامعك، مش الشبكة يا بنت. دقيقة انت يا ولد. ها قولي ايه؟ واهل البلد عاملين ايه؟ اهل البلد زينين ومحترمين وعم يسمعوا الكلام الحمد لله. وقول لك ايه يا بنت؟ ايوه. عاوزك تبوصي لي الواد جوني على خده، جوني اللي صغير، والواد العتره تصفخيه كف على قفاه وتقول اللي ده من ابوك. يوصل يا كبير. يلا ابا ناس طايب. سلام يا اخوي. السلام عليكم. الحقنا يا كبير. رجاله خشعت ولا ايه؟ من بدري يا كبير. امال عم تضربوهم ليه؟ من جانبك قلت لي اضرب فيهم لحد ما يبان لهم اصحاب من صباحية ربنا، ولا صاحب لهم عدى لحد دلوقتي. ده خدل يا ده بعدك، ده مجاز ياد، استعاره، مقصودش الكلام بشكل حرفي. يعني مثلا دلوقتي لو جيت قلت لك يلا يا حبيبي بكره ان شاء الله حتكبر، بعد 24 ساعه لما يحدوا وانت لسه ما كبرتش، هتيجي تكفش علي؟ بلاش دي، انسى المثل ده. جيت انا دلوقتي اعطيتك قرشينات وقلت لك يلا يا حبيبي روح اقعد على القهوه، هتعمل فنجان قهوه وتقعد عليه؟ حصلت قبل كده، ده بانه هيبقى مرار طافح. رجاله لساتكم ناويين تقلوا بعقلكم وتشتكوني للمحافظ؟ احنا نقدر نشتكوك يا كبير غير ربنا. لما اجي المحافظ بكره ناويين تقولوا له ايه؟ اقول له الدنيا ربيع والجو بديع والكبير محل المواضيع. عجبتني يا عجبتني، عشان انت عملت لي فيها السندريلا. خلاص فكوهم عقبال ما اروح اظبط شويه اوراق. بس يا بس بنقول لك من صباحية ربنا ولا صاحب ليهم حتى انت ما سامعنيش ولا ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص اضربهم شوي. ماشي يا كبير. الورق اتستف والمحافظ لما يتلفى هيقنقف. حاجة عالي العال. يا كبير خرب بيتك، ترى ايه يا اشرف؟ كيف تخش عليه من غير ما تخبط؟ بنده عليك ما بتردش. يبقى تتلقح برا لحد ما اقول لك تعال. في 3 برا عاوزينك. مين دول؟ ما قالوش اساميهم، ولكن فيهم واحد سبك الكارت اهو. كرت ب10؟ مين اللي عاوز يشحن لي؟ يا وقع مربربه، انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ حرام عليك يا اخي، بقى دي طريقه تقابلنا بيها كده بعد شقه؟ شوقة ايه يا؟ وانا قابلتك فين قبل كده؟ في باريس ولا في الغردقه؟ ما انا قابلتك في مستشفى المجانين. ما احنا خفينا يا كبير الحمد لله. صح يا دكتور شريف؟ ايوه العلاج جاب نتيجه وبقينا معلش ما انت لسه مخبل. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ ليه بتقتل فرحه الشفا جوانا؟ اهلا وسهلا يا كبير، اهلا وسهلا. رضا انت خفيت كيفهم ولا ايه؟ ايوه انا خفيت، تعالوا زورونا. باي باي. وعشان كده يا كبير لو احتجت اي حاجه قول على طول ما تنكسفش، والكارت اهو. من يوم ما شفتك وانت عم توزع في كروت هموت واعرف بتجيبهم منين. انا شامم ريحه حاجه عفشه. ايه القرف ده؟ ايه شامم وعفشه والكلام ده؟ ما احنا لابسين كويس اهو، كويسين يا كبير، في ايه؟ بقى دي جازتنا؟
دي جازتنا ان احنا اول ما خرجنا من المستشفى قلنا نجيلك انت. ليه هني؟ يشمعني هني دون عن الخلق كلاته؟ اجتمعتوا انك تجولي، يشمعني هني؟ ما عندكوش اهل؟ مقطوعين من شجره؟ احنا فعلا ملناش اهل ومقطوعين من شجره كبيره، فقلنا نجيلك انت تاكلنا وتشربنا وتحمينا ونجري في ساحات ونوقد بنات ونعشق حاجات. ايه اللي بتقوله ده؟ انت بتقول ايه يا دي انت؟ وهي حاجه اخرها هات وخلاص؟ ايه الهبل ده؟ وبعدين انا ايه اللي يجبرني نعمل معاكم كده؟ مؤسسه خيريه اياك. بقول لك يا كبير، احنا وقفنا جنبك لما جيت تهرب من مستشفى المجانين وساعدناك يا حبيبي وكنا رجاله. النهارده هتيجي تتنكر لنا، لازم تساعدنا زي ما ساعدناك يا حبيبي. اخس. زيزو الطيب مات. انت خلاص بقيت شرير. لو ما ساعدتناش هنقول للبلد كلها انك مجنون، والدليل الكارت اهو. انتوا بتهددوني في داري؟ ترفع علي الكارت؟ ما تقولش كده يا كبير. في يا جماعه؟ في ايه؟ الكبير هيحتوينا. انت لازم تحتوينا يا كبير. اللي بيكلمك دلوقتي دكتور شريف العاقل، انما لو ما احتويتناش وخليت بالك مننا اللي هيكلمك دكتور شريف اهدوا اعملكم كل اللي انتوا عايزينه. هنقعد البنات ونشرب المغات ونطلق الغازات، بس اهم حاجه تاخدوا واجب الضيافه الاول. هنا في بلدنا سلو الضيافه 48 ساعه في اوضه الضيوف اللازقه في الدوار على طول، تقعدوا فيها وتاخدوا واجبكم 48 ساعه ما تشوفوش الشمس. انت ليه يا اخي بتحبسنا كده وتكبت حريتنا بعد ما بقينا رجاله احرار؟ هو ده اللي عندي ياد. تسمع الكلام يدفنكم مطرح ما انتوا واقفين. مش قلت لكم يا اولاد، مش قلت لكم ان الكبير طيب قوي وهيساعدنا؟ ايوه صح، الكبير قلبه طيب قوي قوي قوي، وعشان كده لو احتاج بس يا تقول لي كرت وما كرتش، قسما عظما اخذ الكروت اللي معاك كلها واحشيها في خشمك. اسمعوني زين، لو بالغلط خلال ال 48 ساعة الجاية أي حد من أهل البلد شافكم بالغلط وسأل أي حد منكم أنت مين، هيرد ويقول الآتي: أنت مستر عبد العزيز، رجل أعمال كبير، 89 سنة، تافه، هوايته جمع الطوابع. حرام عليك يا أخي، أنت مش هتبطل دق الكدب. بس يا صرمة. وأنت اسمك الدكتور شريف، تخصصك أنف وأذن وحنجرة. بس أنا كنت تخصص قلب وبطنة. كلمة تانية هخليك تخصص بواسير وعلاج شروخ بالليزر. أنا متأسف يا كبير. وأنت زي ما أنت تفتحش خشمك واصل، اسمك رضا الأخرس، اللي يكلمك يعمل أخرس. حد مش عاجبه الكلام ولا لادد عليه؟ لا خالص يا كبير، وكلته كرته تاني. اشرف بقى امر جنابك يا كبير. اسمعني زين، الثلاثه دول مسؤوليتك انت وبعزك. امر جنابك. ما يفرقوش عنكم طول ال 48 ساعه الجايين دول. امر جنابك يا كبير. هتحطوهم فين؟ في اوضه الضيوف. امر جنابك. قدامي. المحافظة على البيئة. ايه الدوشة دي؟ يا اشرف! انت يا زفت! يا معزل! ايه الدوشة دي؟ الطرطشه والميه تعمل ايه يا جحاليف يا وكيل الناس؟ تعمل ايه؟ وانت يا اشرف؟ امر جنابك. انت الكبير اللي فيهم يا انت لو تفيت تفه في البسين تملاه اللي براهن عليك. انا مش قلت لك يا انت وهو لو حد فيكم طلع برا الاوضه حيدفنوا؟ انت متخلف ياد؟
لو رشيت علي ميه مره ثانيه حقطع شلقك. خذ يا متخلف، تعال هنا. ايه اللي موقفك يا جاموسه مع البهايم دول هنا؟ بنصيف مع زملاتي يا كبير، في حاجه؟ مش شايفنا بنعوم ونبلبط في البسين؟ بتكبت فرحتنا ليه؟ يا تنزل معانا يا تمشي بعيد. امشي بعيد فين يا ابني؟ ده بيتي بيتي. اشرف عمر يا كبير، خذ المخبلين دول وردهم على الاوضه. قدامي قاعد تروح قدامي يا بوزو تعالى بالله بلاي ستيشن. يلا قدامي هنا. سلام يا بوزو. سلام. سلام. اسمع يا جاموس انت، انا قعدت كتير بحضر لموضوع زياره المحافظ ده، ما عاوزش شويه غباوه يبوظ الموضوع كلاته. ليه؟ وانا قصرت في حاجه يا كبير؟ قاعد تتمايص مع اصحابك باللباس في البسين وتقول لي قصرت وما قصرتش؟ لا انا عملت كل حاجه. ما تتحدنيش ياد. طب نتراهنوا يا كبير. انت تتساوى معايا ياد ولا ايه؟ عاوز تساوى معايا ولا ايه؟ يخرب بيت اللي جابك. نتراهن عادي، نتراهن. هي نتراهنوا على جنيه حديد. جنيه حديد؟ هي. طب بقول لك ايه؟ لو انت كسبت تاخد جنيه حديد. هي. بس لو انا كسبت ما ادفعلكش اجره الشهر ده ولا الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعديه. ماشي. رقم واحد، وزعت قصار الزرع اللي فيها ورد القرنفل الجميل في كل شوارع المزاريطه عشان لما يجي المحافظ ينبهر. ايوه وزعتهم وزيع. وزعت الجلاليب جديده على اهالي البلده. ايوه واخدت ثمنهم من كل واحد، واللي ما معهوش خصمته من اجرته زي ما جنابك امرت. طب لميتوا الناس وسبحتوهم ولا يفتوهم وحكرشتوهم؟ ايوه سبحناهم وحكرشناهم وزماننا اشرف دلوك عمال يشم فيهم واحد واحد. طب حضرت الوكل عشان الراجل بعد الجوله ياكل؟ ايوه جهزناه ولفيته بورق اللي مفرفر ده وحطيته في الديفليزر ونقص على التسويه بس. طب جبت الفاكهه وخصوصا الكنتالوب؟ جبت الفاكهه كلتها، بس عم اسال الراجل الفكهاني عن الكنتالوكت، قلت لهم في كنتالوكت، قال لي لا بعزك ده ما فيش كنتالوكت، مش اوانه ده. كنتالوكت؟ ايه ما لازم يقول لك ما فيش، بس كده تبقى خسرت الرهان. لا ما خسرت. جبت الكنتالوكت كنتالوب ولا ما جبتوش؟ ما انا سالت الفكهاني قال لي جبته ولا لا؟ او لا جبته ولا لا؟ ايه يبقى خسرت الرهان. لا ما خسرتش الرهان. خسرت ياد. هات الجنيه الحديد. مش اطلع برا. البيت اللي نفضك. خد ياد، خد ياد جنيه. ها اللي ما مسامحش فيه حار ونار في بنتك. انا غلطان، المره الجايه ابقى اقول لاشرف يهتم بمواضيع الاكل دي. خلي اشرف، انما انا شغال عندكم غفير مش طباخ. غفير وانت اللي قلت لي. تعال حسك على يد، تعال حسك عليه. عيل مغفل وغبي في كل حاجه ويتنصح في منطقه الجوب ديسكريبشن. انا غفير بس ما بطبخش. اسمع يا ياد، انا هطلع انام، وبما انك انت الاستاذ الغفير هتفضل صاحي طول الليل وعينيك عاوزك كده ما تغفلش. حدانا يوم طويل بكره.